السلام عليكم وأهلا بكم. نافذ على مصر وحلقة جديدة وفيها صباحي: أي حراك لإسقاط السيسي يجني ثماره الإخوان. خبير سوداني يحذر من خصخصة إسرائيل للنيل، ومصر تبرئ إثيوبيا. برلماني مصري يطالب حكومته بمنح اللجوء السياسي للمعارض التركي فتح الله جولن. قوات الأمن المصرية تفض وقفة احتجاجية لأمهات أشخاص مختفين قسريا في الجيزة. بلاغ عاجل لأمن الدولة ضد أميرة عراقي الأولى على الثانوية العامة. وفي حلقة اليوم أيضا: قمة عربية جديدة في موريتانيا، وغياب السيسي يطرح تساؤلات كثيرة. وفي الجزء الثاني من حلقة الليلة: الدولار يواصل ارتفاعه ويصل إلى 13 جنيها، محافظ البنك المركزي يطلب حظر النشر. تابعونا. أهلا بكم. للمرة الثانية وزير الدفاع يلتقي 400 نائب برلماني. يعقد وزير الدفاع المصري الفريق صدقي صبحي لقاء موسعا بحشد من نواب البرلمان بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويعد اللقاء هو الثاني من نوعه منذ بداية عمل المجلس. وأشار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى أن اللقاء خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا: هناك لقاء مهم مع عدد من أعضاء البرلمان، وسيتحرك نحو 400 نائب من البرلمان بعد قليل. وأكدت مصادر مطلعة أن الفريق صدقي صبحي هو صاحب المبادرة في توجيه الدعوة للنواب، وأن 400 نائب استجابوا على الفور، وأنهم تلقوا تأكيدات على أن أجندة اللقاء تحمل التباحث حول الملف الطارئ الخاص بمحاربة الإرهاب وآخر خطوات الدولة في هذا الاتجاه، علاوة على عدد من القضايا المهمة على الساحة. الخبر الآخر معنا يقول: حمدين صباحي: حراك لإسقاط النظام يجني نتائجه الإخوان المسلمين. قال رئيس حزب الكرامة المصري حمدين صباحي إن المطالبة بإسقاط نظام السيسي أمر غير عقلاني. رغم ذلك اعترف صباحي في حوار مع صحيفة الأخبار اللبنانية في بيروت إن شعبية السيسي تراجعت كثيرا، لأنه برأيه فشل في المجالات الثلاثة التي خرج الناس إلى الميادين لأجلها، وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. أما عن الحريات فأشار صباحي إلى أنه يكاد لم يبقى منبر إعلامي يعارض السيسي بعد تضييقه على الإعلام والصحافة، فضلا عن الاعتقالات والاختفاء القسري الذي انتشر أخيرا. لكن صباحي لا يريد أي حراك يطالب بإسقاط نظام السيسي في الوقت الراهن، لأن ذلك في رأيه غير عقلاني، ويعني ثمرة ستسقط حتما في جيب الإخوان المسلمين. ينضم إلي عبر الهاتف السفير معصوم مرزوقي مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس حزب التيار الشعبي. أهلا بك سيادة السفير. اهلا وسهلا. سيادة السفير، يعني وايضا ينضم الي عبر الهاتف محمد سودان، امين لجنه العلاقات الخارجيه في حزب الحريه والعداله والقيادي في جماعه الاخوان المسلمين. اهلا بك معنا سيد محمد. اهلا وسهلا دكتور. ابدا معك سياده السفير. تصريحات رئيس حزب الكرامه السيد حمدين الصباحي يعني يتحدث عن فشل النظام الحالي في تحقيق العيش والحريه والعداله الاجتماعيه، ولكنه في نفس الوقت يرفض فكرة التظاهر لإسقاط هذا النظام، معللا أن ذلك سيسقط كثمرة في يعني جيب الإخوان المسلمين. ربما رأى البعض تناقض كبير فيما صرح به السيد حمدين صباحي، ما تعليقك؟ يعني اسمح لي أولا أني أحييك أشكرك. وأحيي جميع المشاهدين، وأصحح بس معلومة: السيد حمدين صباحي ليس رئيسا لحزب الكرامة حاليا، رئيس حزب الكرامة هو المهندس محمد سامي. هو حمدين وضع دلوقتي ان هو عضو في حزب الكرامة. اشكرك يا فندم على التوضيح. فيما يتعلق بالتصريح، انا الحقيقة لم اطلع على هذه التصريحات، ولم تسمح الفرصة للالتقاء بالسيد حمدين للاستفسار منه عن حقيقة هذه التصريحات المنسوبة اليه. لكن على اي حال احنا منذ فترة بنعمل على ما اسميناه البديل، ومنذ البداية النظام البديل كنا نتحدث عن
نظام بديل وليس بديل لاشخاص. ونحن لم نحاول ابدا طرح مساله الشخصنه فيما نحاول ان نعده الان. احنا بنحاول ان احنا نصف صف كبير جدا وراء برامج اقتصاديه ومحاوله لدفع الحريات وحقوق الانسان بالطريقه الذي كانت ثوره 25 يناير ترنو اليه. وبالتالي مساله الاشخاص تراجعت بالنسبه لنا نحن. كما قال ربما هذا كان صحيحا ان النظام قد يسقط وحده، لا يحتاج احد ان يدفعه او طيب سيادة سفير، نعم عفوا على المقاطعة، فكرة انتقاد الأنظمة بشكل عام منذ نظام مبارك في قضية الحريات، قضية العيش والعدالة الاجتماعية، يعني ربما تشابهت الظروف مع أنظمة كثيرة مع اختلاف التيارات. يعني هناك الجميع عارض مبارك، ثم هناك من عارض المجلس العسكري، ثم هناك من عارض جماعة الإخوان، ثم هناك من يعارض نظام عبد الفتاح السيسي. ربما كان هناك اتفاق على أوجه المعارضة، ولكن نقطة الخلاف وأيضا كان من أوجه التشابه هي فكرة إسقاط النظام، أن الجميع يتحدث عن انتقادات ويطالب برحيل النظام. لماذا هذه المرة ينتقد السيد حمدين صباحي النظام في أمور مشابهة انتقد فيها الإخوان وانتقد فيها نظام مبارك، ولكن يرى أن إسقاط النظام الحالي غير عقلاني وسيذهب مباشرة كمصلحة إلى الإخوان المسلمين؟ دعني أحاول التخمين، لأنني كما ذكرت لك لم ألتقي سيد حمدين ولم أعرف صحة ما نسب إليه بالضبط في هذا الإطار. تخميني هو أننا في كل المحادثات السابقة، وهذا ما ناقشناه الحقيقة، وحضروا أطراف كثيرة من القوى السياسية في مصر، أن في كل مرة كنا نظن أن النظام قد سقط، بينما النظام لم يسقط لأن التركيز كان على أشخاص. ربما هذه المرة، وهذا تخميني، أن يكون التركيز هو على النظام ككل، ذلك النظام الفاسد الذي انتشر فساده في كل الأرجاء داخل الوطن، هو المهم مواجهة أوجه الخلل سواء في الاقتصاد أو في الاجتماع. طيب ابقى مع سيد السفير وسأعود إليك مرة أخرى. سيد محمد سودان، يرى السيد حمدين صباحي أن أي حراك الآن يطالب بإسقاط السيسي سيذهب كثمرة وتسقط في جيب الإخوان المسلمين، ما تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وتحياتي لحضرتك ومشاهدينا الكرام الكريم. يعني الحقيقة طبعا هو حمدين صباحي كومبارس معروف تستخدمه الأنظمة المتعاقبة، لكن كلامه هنا الحقيقة متناقض كثيرا. أولا بيثبت بكلامي هذا أن شعبية الإخوان ووجودها في الشارع المصري هي الأقوى، وليست الدبابة ولا الرصاص مهما حدث. فبالتالي إذا ذهبت الدبابة عن الشارع المصري فسيحل محلها الإخوان الذين ادعوا كذبا أن شعبيتهم في هبوط. لا، وروا لنا شعبيتهم وإن هم هينجحوا. وطبعا معروف إنه نجاح الإخوان سيكون نجاحا بصندوق الانتخاب وليس نجاحا لا بالرصاص ولا بالدبابة. كذلك أكد حمدين صباحي نتيجة منظمة جيم زوغبي الأمريكية التي أعلنت العام الماضي أن شعبية الإخوان لم تهبط، بل رغم كل ما حدث فشعبية الإخوان وصل الاستفتاء الإلكتروني إلى 40%، وهو بيأكد بكلامه يعني هذا الأمر. لكن أحيانا أنا بتعجب له إن هو بيقول إن النظام العسكري أو السيسي فشل في المناحي الاقتصادية والمناحي السياسية وحقوق الإنسان وحقوق مصر، وباع أراضي مصر وجزرها وأودى بالحياة الاقتصادية إلى فشل لم تراه مصر من قبل. وقيل إن الدولار هيوصل يعني في شهر 9 إلى 15 جنيه، وأمس كان 13 جنيه. يعني معناه إن فشل شديد جدا. طيب أنت مبسوط يا حمدين صباحي من الفشل، نفضل في فشل إلى أن تذهب مصر وتذهب إلى الهاوية ويبقى الإخوان هم ما يجوش؟ طب يا أخي ما تترك الديمقراطية، يعني هي تختار من تختار. يعني أنا بتعجب الحقيقة اللي منطقه يعني إما إن إحنا نموت بس هم ما يجوش، هي دي من الآخر. يعني أمر الحقيقة طيب أمر وماذا لو كانت وجهة نظره سيد محمد سودان بأنه يختار بين يعني أو أحسن الوحشين زي ما بيقولوا يعني بالعامي، يعني هو يختار بين نظامين وأحلاهما مر بالنسبة إليه، ويرى أن وجود السيسي أفضل من عودة الإخوان؟ خلينا نقارن السنة اللي حكم فيها الرئيس مرسي
من النواحي السياسيه وحقوق الانسان وحريات، وزي عنك ما فيش حريات في مصر الان، والحياه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والامنيه، وما بعناش حاجه من تراب مصر. طيب ايه اللي هو خده بقى من السيسي الا القهر والعذاب وبيع اراضي مصر وبيع جزرها وبيع ميه مصر؟ يعني ايه اللي خده بقى؟ ايه الحلو اللي شافه في عبد الفتاح السيسي اللي هو بيقارنه بمرار الاخوان؟ وبعدين اذا هو بيقر بالديمقراطيه ويبقى الشعب هو اللي بيجيب، والديمقراطيه هي بتجيب الاخوان او غيرهم، المفروض ان هو يقبل بيها كرجل سياسي. طيب، انما الحقيقه يعني أنتقل عند هذه النقطة إلى السفير معصوم مرزوق. يعني إن كان السيد حمدين صباحي سيد سفير يرى ويؤمن بالديمقراطية ويرى أن النظام الحالي هو نظام فاشل، إذا ما ذهب هذا النظام أو رحل لفشله في إدارة الأمور وجاء الإخوان المسلمين، ما الذي يضير السيد حمدين إن كان يؤمن بالديمقراطية بالفعل؟ اسمح لي مرة أخرى إني بس أبدي اعتراضي على ما ذكر من أن السيد حمدين كان يستخدم بواسطة الأنظمة المختلفة. هذا غير صحيح. نحن نتحدث عن مناضل سياسي لمدة 40 عاما واجه كل أنواع العسف والظلم على مدى هذه الأعوام، ودخل السجن 17 مرة. فأنا لا أظن أن يخدم أحدا أن يتهم هذا المناضل هذه الكلمات. هذه واحدة. الثانية، لقد ظننا أن النظام قد سقط عندما تنحى مبارك أو ترك الحكم، وفوجئنا بعد مرور كل هذه السنين أن النظام لا زال قائما متحكما مستأسدا على كل الشعب. ولو ظللنا في هذه القضية نتعارك حول مسميات هي أغلبها شخصنة، فسوف يظل هذا النظام، وسوف نظل نتعارك حول كيف نتقاسم الفتات التي يتركها لنا هذا النظام. أظن أنه ينبغي للجميع الآن أن يتعقل وأن يترك القبلية في الحكم على الأشياء، وأن يكون هناك هدف واحد. الشعب ينتظر منا جميعا أن نقدم له بدائل موضوعية حقيقية. طيب، إن كان ما تقول صحيح سيد سفير، ويجب على الجميع أن يتوحد حول هدف واحد، فهو رحيل هذا النظام، لأنه يبدو للجميع أن كل القوى السياسية متفقة على فشل عبد الفتاح السيسي ونظامه في الفترة الماضية، وأنه يجب أن يرحل. ولكن السيد حمدين يرى أنه لا يجب أن يرحل لأن سقوطه الآن غير عقلاني. شوف، يعني إذا أنت كنت تعتبر أن النظام هو شخص الرئيس الحالي لمصر اللي هو عبد الفتاح السيسي، فأنا رأيي أنا الشخصي بغض النظر عن حمدين قال إيه، هذا رأيي خاطئ. لأنه النظام أوسع بكثير جدا جدا وأعمق بكثير جدا جدا من كل هذه الشخوص التي مرت في السياسة المصرية على الأقل خلال ال5 أعوام الماضية. فأنا أظن أنه ينبغي التركيز الآن على أن يقدم بديل حقيقي للشعب المصري يشعر معه بالثقة بغض النظر عن من سوف يكون في سدة الرئاسة. إذا كانت المركب تغرق أظن أنه لا داعي للعراك الآن على من هو موجود في قمرة القيادة، لأنه من المهم أن تعوم هذه السفينة أولا، ثم نبحث بعد ذلك عن تقسيم غنائم السلطة. طيب. هذا هو رأيي الشخصي. طيب، سيد محمد السودان، لماذا لا يتفق الجميع على إعادة المركب التي تغرق أمامكم جميعا مرة أخرى إلى يعني بر الأمان، بدلا من التجاذب والتراشق بالاتهامات وما شابه؟ والله أنا شخصيا جدا بهذا الكلام، بس لما يبقى أنا عندي ربان بياخد السفينة ويرزعها في جبل صخري، لازم أقول له يا ربان أنت ما بتفهمش حاجة في السياسة، أنت لازم ولا تفهم حاجة في قيادة هذه السفينة، أنت تقعد على جنب خالص وتبعد عننا وتترك أهل السياسة يقودوا الدولة. أما العسكر إذا دخل في قيادة أي دولة أفسدوها. هات لي دولة في العالم قادها العسكر وصلحت؟ لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا أن صلحت. فإذا يعني لابد أن يتفق الشعب المصري أن ينحى العسكر عن السياسة ويعودوا إلى سكناتهم ويسيبوا حتى الفراولة والبرتقال والمكرونة وبيع الأراضي وبيع النيل والكلام ده، يعودوا هم يشوفوا حراسة مصر أمام العدو الحقيقي لمصر وهو الصهاينة. هو دي شغلتهم، يتدربوا ويرفعوا مستوى الجنود عشان مش يموتوا الشعب المصري، عشان يموتوا العدو الحقيقي اللي هو الصهاينة. هو ده شغل الجيش. يبعد تماما عن الساحة السياسية، ثم يترك القيادة للشعب. الشعب ينتخب رئيسه، ينتخب حكومته، ينتخب ممثليه. هو ده الطريق الصحيح اللي شفنا أمثلة موجودة في العالم كله بتتقدم بها الدول.
أمن أن يحكم العسكر ويتشبث بحكم البلد، نعم. ولا يفهم ما يحدث ويبيع في مقدرات الدولة طيب. ومواردها. نعم سيد محمد سودان، يعني فقط للتوضيح، رئيس حزب الكرامة المصري حمدين صباحي كما عرفته في هذه الفقرة هو نقلا عن جريدة الأخبار اللبنانية كما عرفته في هذا اللقاء. أشكركما شكرا جزيلا السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف. كما أشكرك ضيفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وأمين العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة محمد سودان، كنت معنا عبر الهاتف. خبير سوداني يحذر من خصخصة إسرائيل للنيل ومصر تبرئ إثيوبيا. نفت الحكومة المصرية شروع إثيوبيا في تخزين المياه أمام سد النهضة، وجاء ذلك في وقت حذر فيه عضو اللجنة الوطنية السودانية لسد النهضة المستقيل من اللجنة الخبير الدولي في القانون الدكتور أحمد المفتي من أن إسرائيل تدعم محاولات إثيوبيا لإنشاء بورصة لمياه النيل والتحكم في الموارد المائية للنهر. وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها إنه نظرا لتزايد معدلات تصريفات النيل الأزرق فإن ذلك يؤدي إلى ازدياد العرض المائي لمجرى النيل الأزرق أمام السد. وفي المقابل أكد الخبير السوداني أحمد المفتي في حوار مع صحيفة المصري اليوم وجود مخطط دولي لإنشاء بنك مياه في حوض النيل. وعلى الرغم من فتور الموقف الحكومي أقر مسؤولون مصريون بالخطر الذي يهدد مصر من جراء نقص المياه هذا العام، مبرئين سد النهضة من المسؤولية عن ذلك. واعتبر رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية هاني دعبس في كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب ما بعد الانقلاب أنه تم سحب أكثر من ثلثي المياه المخزنة لسد هذه الفجوة الكبيرة في نقص المياه، مضيفا أنه لو استمر هذا الوضع سيتوقف السد العالي عن توليد الكهرباء. انضم إلي عبر الهاتف الدكتور محمد خليفة صديق الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني. أهلا بك معنا دكتور. مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. دكتور محمد، يعني هناك تضارب الآن، الحكومة المصرية لا زالت تنكر وتنفي التهمة عن شروع إثيوبيا في تخزين المياه أمام سد النهضة، وهناك خبراء مياه سودانيين ومصريين أيضا يحذرون من مغبة هذه العملية إن حدثت. أين الحقيقة في هذا الأمر؟ ما تنفيه الحكومة المصرية أم ما يقوله بعض خبراء المياه سواء في السودان أو في مصر؟ تظل تصريحات الحكومة المصرية هي تصريحات سياسية للاستهلاك ولتغبيش الرأي العام الذي يعارض ما يحدث الآن في ملف المياه في مصر. والحقيقة هي ما يقوله خبراء المياه باعتبار أنهم مختصون في هذا المجال. فالدكتور أحمد المفتي خبير سوداني معروف قديم في هذا المجال وله مؤلفات في هذا المجال. فالحديث عن مخطط دولي لإنشاء بنك للمياه في حوض النيل دعم إسرائيلي إثيوبي هو أمر مخطط له من قديم، وهو هذا المخطط يسير على قدم وساق. إذا قرأنا هذه التطورات مع زيارة بنيامين نتنياهو للمنطقة قبل فترة، فمن الواضح أن ما قاله هذا الخبير هو يسير في الاتجاه الصحيح باعتبار أن الآن الحوض كله يتأثر بتدهور في مستوى المياه، وهناك هذا العام هو أقل فيضان خلال 100 عام من تاريخ الحوض. فهذا يشير إلى أن إثيوبيا بدأت حقيقة في التخزين وراء سد النهضة والسد العالي. طيب دكتور محمد، يعني برأيك إلى متى ستستمر الحكومة المصرية والنظام الحالي في إصدار هذه التصريحات الدبلوماسية أو السياسية كما وصفتها؟ هذه التصريحات هي كما قلت لتغبيش الرأي العام، لأن الرأي العام الآن يضغط على الحكومة وهي لا تستطيع أن توضح ما يدور حقيقة في الغرف وفي الكواليس. فالمسار الحالي للمفاوضات لن يحقق المصالح المائية لمصر والسودان، وقد أثبت ذلك الواقع العملي أن الآن الحوض أصبح ضعيفا جدا والفيضانات ليست على الطريقة المعهودة، مما جعل الحكومة المصرية تلجأ لسحب أكثر من ثلثي المخزون، أي ما يعادل 20 مليار متر مكعب، وهذا في الحقيقة لم يحدث في تاريخ السد العالي. وإن استمر الأمر بهذه الوتيرة فهذا يعني أن السد العالي لا يستطيع أن يولد الكهرباء. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد خليفة صديق الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني، كنت معنا عبر الهاتف.
برلماني مصري يطالب الحكومة المصرية بمنح اللجوء السياسي للمعارض التركي فتح الله جولين. قال نائب في البرلمان المصري إنه قدم بيانا عاجلا في البرلمان للحكومة المصرية يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي لرجل الدين التركي فتح الله جولين الذي تتهمه بلاده بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في منتصف هذا الشهر، وذلك ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين. وقال النائب عماد محروس: تصرفت بالعاطفة المصرية والوطنية. تركيا تؤوي عناصر الجماعة المحظورة واستخدمتها في إطلاق الاتهامات على مصر وإثارة الفوضى. وأضاف: المعاملة يجب أن تكون بالمثل. فتح الله جولين من المعارضين الأقوياء للنظام التركي ولا مانع من أن نمنحه حق اللجوء السياسي. وذكر محروس أنه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري إلى البرلمان المصري للمناقشة معهما بشأن هذا الطلب ومعرفة هل هو جائز قانونا أم لا. ينضم إلي عبر الهاتف يعني حتى يكون معنا النائب عماد محروس وهو من قدم هذا البيان العاجل أو هذا الطلب العاجل. تركيا طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم فتح الله جولين وقدمت لها أدلة، وقال مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي أن العلاقات ربما تتأثر مع الولايات المتحدة لو لم يتم تسليم فتح الله جولين. ينضم إلي عبر الهاتف من القاهرة عماد محروس النائب في البرلمان المصري. أهلا بك معنا سيادة النائب. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. نعم سيادة النائب، يعني ما هي تفاصيل هذا البيان ولماذا؟ لا، هو أنا عملت بيان عاجل للحكومة رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وبطالب فيه بمنح مصر حق اللجوء السياسي للمعارض التركي فتح الله جولين. كويس، كلنا شفنا اللي أردوغان عمله من بعد محاولة الانقلاب اللي هم بيقولوا إن هي فاشلة، وأنا من وجهة نظري إن هي ما فشلتش لغاية دلوقتي، لأن إلى الآن إن إحنا عندنا مدن تركية لا يستطيع أردوغان إن هو يدخلها لغاية دلوقتي. أنت تتمنى كنائب في البرلمان المصري أن تنجح هذه المحاولة؟ ده يا فندم ده موقف شخصي مني أنا كنائب عن الشعب، ماليش علاقة بالنظام، ماليش علاقة بموقف يعني النظام. ما هو هذا الموقف؟ ولكن أنا بتحدث عن موقف شعبي الآن. هذا الموقف نائب عن الشعب، فأنا بتحدث بموقف شعبي إن أنا بطالب الحكومة إن هي تمنح حق. طيب، قبل مطالبتك للحكومة دعني أستوضح منك جزء. يعني أنت تقول أن الانقلاب لم يفشل حتى الآن. أنت كنائب في البرلمان رأيك الشخصي أنك كنت تتمنى نجاح هذه المحاولة الانقلابية. نعم، كنت أتمنى لأن كلنا شايفين الإجراءات القمعية اللي بيقوم بيها أردوغان النهاردة ضد آلاف من المعارضين السياسيين لنظام حكمه، والعالم كله ما هوش تايه عن اللي بيحصل. يعني احنا لما مصر فرضت الطوارئ على جزء صغير من أرضها في سيناء بسبب الإرهاب، قام أردوغان وهيج الدنيا وتصريحات هنا وهناك. احنا دلوقتي أردوغان فرض الطوارئ على تركيا كلها. فين بقى منظمة العفو الدولية؟ نعم، هناك إذا هناك انتقادات دولية وجهت للنظام المصري نتيجة انتهاك حقوق الإنسان ونتيجة مجموعة من الإجراءات القمعية أيضا تجاه المعارضين، وهناك من يصف ما حدث في مصر بأنه انقلاب عسكري. أنت الآن تريد أن يحدث في تركيا كما حدث في مصر. بيناهض هذا الحكم الفاشي ان مصر بتقول لهم اهلا وسهلا بيكم. سيد عماد، هل تسمعني بشكل جيد؟ وبتأوي معارضين للنظام المصري. سيادة النائب، هل تسمعني بشكل جيد؟ نعم. طيب، أعيد عليك السؤال مرة أخرى. أنت تتحدث أين تقارير العفو الدولية وأين منظمات حقوق الإنسان مما وصفتها بإجراءات قمعية يقوم بها الرئيس التركي. أيوة. طيب، أيوة. هناك تقارير صدرت بالفعل عن العفو الدولية وعن عديد من المنظمات الحقوقية الدولية تنتقد ما يفعله النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي تجاه المعارضين من قمع للحريات أيضا. هنا هل تريد استنساخ التجربة المصرية في تركيا؟ لا يا فندم، احنا ما عندناش قمع للحريات، احنا عندنا دستور بيحكم البلاد، عندنا دستور بيلزم كل من هو موجود داخل ارض مصر ان هو يلتزم بالدستور ويلتزم بالقانون. احنا عندنا قانون وعندنا دستور. انما اردوغان النهارده، حتى حضرتك عارف اللي انا هقوله لك ده،
انه طالب كمان تعديل الدستور عشان يستحدث عقوبة الاعدام عشان يعدم المعارضين بتوعه، وهو كمان انسحب من منظمة العفو الاوروبية، هو انسحب منها منظمة الحقوق الانسان الاوروبية، اردوغان انسحب منها من كذا يوم، وصدر امبارح انسحب من ماذا سيد تقرير عماد؟ من انسحب من ماذا؟ منظمة العفو الأوروبية؟ ايوه، لا يوجد ما يسمى بمنظمة العفو منظمة الأوروبية يا الحقوق سيد. يا فندم، حقوق الانسان الاوروبية. لا يوجد ما يسمى منظمة حقوق الإنسان الأوروبية. لا يوجد يا فندم، ده انا قاريها على النت. لا يعني ربما قرأتها في موقع خاطئ. لا يوجد ما يسمى منظمة العفو الأوروبية أو منظمة حقوق الإنسان الأوروبية. على كل حال يعني أنت تتحدث هنا عن رغبتك في استضافة مصر لمعارض تركي يراه النظام التركي بأنه من خطط لهذه المحاولة الانقلابية. ايوه تمام. ألا تستشعر تمام. بأن هذا ربما يجعل الأمور تتوتر أكثر بين مصر وتركيا في المرحلة المقبلة؟ لا انا بقول لحضرتك هذا موقف شعبي وشخصي وليس موقف النظام. انا بطالب النظام، والمفروض ان هو وزير خارجيه هيحضر في البرلمان ويبتدي يتناقش معايا في البيان، ويبتدي هو يقول مبرراته، اذا كانت بالقبول هيقول مبررات، اذا كانت بالرفض هيقول مبررات. انما انا استخدمت حقي الدستوري كويس وطالبت وعملت بيان عاجل. طيب. هل النظام هياخد بيه او النظام مش هياخد بيه؟ هذا امر هيرجع للنظام وهيرجع اللي حضرتك بتتكلم عليه. طيب هناك جزء سيد عماد. نعم هناك جزء. أنت تحدثت في بيانك أن المعاملة يجب أن تكون بالمثل. فتح الله جول من المعارضين الأقوياء للنظام التركي ولا مانع من أن نمنحه حق اللجوء، كما تؤوي تركيا عناصر الجماعة المحظورة وتستخدمها في إطلاق الاتهامات. يعني هل السياسة الخارجية بين البلدان تقوم على هذه المكايدة، أن تركيا تؤوي معارضين فمصر تمنح لجوء لمعارض تركي؟ لا يا فندم، لا يا فندم، لا هقول لسيادتك حاجه. اتفضل يا فندم. في تقرير صدر امبارح عن المخابرات الانجليزيه امبارح كويس، وبيقول ان هم رصدوا اتصالات هاتفيه بين اعضاء الحكومه التركيه، ان هم بيحاولوا ان هم يجدوا المبرر، اصطناع المبرر اللي بيدين فتح الله غولن، وده صادر عن المخابرات البريطانيه كويس امبارح، وحضرتك اسال على اللي انا بقوله ده. طيب هو تصحيحا لمعلوماتك، ما تقوله نشر بالفعل في بعض المواقع، ولكن هناك ملف كامل قدمته الحكومه التركيه الى الولايات المتحده الامريكيه يحتوي على ادله كثيره تدين فتح الله جولن وتورطه في محاوله انقلاب عسكري فاشله هنا في تركيا. على كل حال اشكرك شكرا جزيلا. عماد محروس النائب في البرلمان المصري كنت معنا عبر الهاتف. بلاغ عاجل لأمن الدولة ضد أميرة عراقي الأولى على الثانوية العامة. تقدم سمير صبري المحامي اليوم الاثنين ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد أميرة عراقي الأولى على الثانوية العامة في شعبة علم علوم، يتهمها فيه بالخيانة والانضمام لتنظيم إرهابي والتطاول على رئيس الجمهورية عبر مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التي تبث من تركيا. وقال صبري في صدر بلاغه: خائنة تعلمت على أرض مصر ونجحت في الثانوية العامة وحصلت على المركز الأول، ابنة إرهابي إخواني، ظهرت بأسلوب فج على إحدى القنوات الإخوانية في مداخلة أجراها معها محمد ناصر. والغريب والعجيب أنه عندما سألها: إذا دعاك السيسي لتكريمك فهل ستقبلين الدعوة؟ أجابت: أرفض مقابلة السيسي لأنه قاتل وخائن ويتعين محاكمته بل وإعدامه أيضا. وأضاف صبري في صحيفة دعواه: إنه من الثابت أن ما رددته الطالبة هو تطاول على رأس الدولة المصرية والتحريض ضد سيادته، وثانيها الانتماء إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، ما يحقق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ضدها لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للمحاكمة العادلة. ينضم إلي من القاهرة المحامي سمير صبري صاحب هذه الدعوة أمام النائب العام. أهلا بك فندم. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد سمير صبري، سنعود الاتصال به مرة أخرى. بلاغ القصة منذ بدايتها: أميرة عراقي حازت على المركز الأول مكرر في نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية المصرية. من المفترض أن وزير التربية والتعليم يهنئ هؤلاء الطلاب والطالبات بهذه النتيجة، لم يحدث.
ولم يتصل بها ولم يهنئها. حدثت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة أميرة عراقي، تم استضافتها في العديد من القنوات ليلة أمس، وتحدثت عن عدم ذهابها إلى عبد الفتاح السيسي لو دعاها طيب يعني فاصل قصير ونعود لنكمل مرة أخرى. إذا كنتم جيوش الأسد فنحن جيوش الواحد الأحد. ثورتنا مثل الصلاة بإذن واحد الأحد. تبدأ بالتكبير وتنتهي بالشهادة. تكبير. على اليمن سوف يحملون الأثقال على ظهورهم ويفكون حصار المدينة ويفكون حصار المدن ويلحقوك إلى أوكارك، وهذا وعد منا والله على ما نقول شيء. فارحل إذن واكتب في دفتر ذكرياتك إن طفلة بعمر الورد تعلمت من أجدادها القدماء أن تقول لك هذه بلادي وأنت تحكمها وليست بلادك ونحن نسكنها. والله سنحرر فلسطين. أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته، والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية.
اهلا بكم. نفذ على مصر حلقتنا مستمره، ونعتذر لكم عن هذا العطل الفني الذي حدث في نهايه الفقره الماضيه بعد فقدان الاتصال بالمحامي سمير الصبري. حلقتنا مستمره وفيها قمه عربيه جديده عنوانها الامل، وغياب للسيسي يثير تساؤلات كبيره بين روايه مصريه تتحدث عن مخطط لاغتياله وروايه موريتانيه تحكي عن خوفه من تظاهرات مناهضه لحضوره. نناقش هذه القضيه وابعادها بعد تقرير الزميل احمد يحيى. القمة العربية 27 انطلقت فعالياتها اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط للمرة الأولى في تاريخ البلد العربي الواقع في أقصى الغرب من الشمال الإفريقي. النزاعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا تصدرت عناوين قمة الأمل، ذلك الشعار الذي أطلقه منظموها، بالإضافة إلى بحث تشكيل قوة عربية مشتركة طالما كانت محل بحث ونظر ولم تفعل أبدا. ترأس الجلسة الافتتاحية أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في أول قمة يترأسها بعد أن تولى مهامه مطلع شهر يوليو الجاري. جاء على رأس الحضور أمير الدولة القطرية تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس اليمن عبد ربه منصور هادي، بينما تغيب عن الحضور عبد الفتاح السيسي. وجاء جدلية غيابه على نحو مريب. قالت صحيفة المصري اليوم واسعة الانتشار في مصر أن هناك خطرا على حياة السيسي في موريتانيا، وأنه عرضة لمحاولة اغتيال حال ذهابه. وعلى صعيد مختلف، أعلنت مصادر موريتانية أن السبب الحقيقي لغياب السيسي هو وجود معلومات عن نية نشطاء موريتانيين تنظيم مظاهرات ضده احتجاجا على انقلابه العسكري، وتحميله ونظامه مسؤولية المذابح التي حدثت في أعقاب ذلك الانقلاب، فضلا عن الاستبداد والقمع من قبل السلطة المصرية بحق معارضيها. وقد حضر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إلى القمة نيابة عن السيسي، وكانت دولة المغرب العربية قد اعتذرت عن استضافتها للقمة، وبررت ذلك بعدم توفر ظروف موضوعية للخروج بقرارات تستجيب لتطلعات الشعوب. ولعل أبرز الأحداث الجارية في اجتماعات قمة العرب إلى الآن هو إدانة اللجنة الرباعية العربية المكونة من السعودية ومصر والبحرين والإمارات التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية ودعمها للجماعات الإرهابية في مختلف أرجاء الوطن العربي. اهلا بكم. دعوني ارحب بضيفي معي في الاستوديو في هذه الفقره محمد عبد الله ولد الحبيب الكاتب الصحفي الموريتاني. اهلا بك. اهلا بك. شكرا. ابدا معك من يعني قمه عربيه في توقيت غريب، توقيت فيه مشكلات كبيره في العالم العربي، ولكن الخبر اللافت للنظر واكثر ما اثير حول هذه القمه هو غياب عبد الفتاح السيسي، وانباء مصريه تحدثت عن محاوله اغتيال تعرفت عليها المخابرات المصريه، وانباء موريتانيه تحدثت عن مظاهرات كان يخشى السيسي ان تحدث وهو في القمه العربيه. اين الحقيقه في غياب عبد الفتاح السيسي؟ أعتقد أن الحقيقة الوحيدة هي أولا شكرا لكم على الاستضافة، ويعني أتشرف ب يعني مشاركتي في النافذة المصرية على قناة الحوار. بالنسبة للسؤال، أعتقد أن الحقيقة الوحيدة هي غياب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قمة نواكشوط. هذه هي الحقيقة الأكيدة والمؤكدة. أما الروايات التي صيغت هنا وهناك فأعتقد أنها كانت مبررات أكثر من ما كانت أشياء تتسم بشيء من الواقعية. الطرف الموريتاني وبحسب يعني اتصالات أجريتها شخصيا وبحسب معلومات توصلت بها فهم قصة الانقلاب المدبر أو عملية الاغتيال على أنها مجرد اعتذار من عبد الفتاح السيسي الذي لن يسعه أن يعتذر كما اعتذر الملك سلمان وولي عهد الإمارات محمد بن زايد أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس السيسي أو غيرهم، لأنه كان رئيس القمة الماضية وكان عليه أن يحضر لتسليم رئاسة القمة للرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، ثم لشيء من العلاقة التاريخية بين الرئيسين اللذين قدما من المؤسسة العسكرية بانقلابين. على كل حال هذه المودة بين نظام السيسي ونظام الرئيس محمد بن عبد العزيز كان يتوقع أن تحضر الرئيس السيسي إلى موريتانيا لكنه لم يحضر. بخصوص ما يتعلق بالمعلومات عن محاولة انقلاب أو عن محاولة اغتيال يعني الصحف المصرية المصري اليوم
واليوم السابع تحدثت عن مجموعات متطرفة أدخلت عدد كبير من الأسلحة، وأن هناك قناصة على قدر عالي من الاحترافية كانوا متواجدين بالقرب من مقر الإقامة الذي سيأتي إليه عبد الفتاح السيسي، وأن المخابرات العامة المصرية أحبطت هذه المحاولة وأبلغت الرئاسة والسيسي رفض الحضور. على كل شخصيا استغرب جدا من هذه الروايه، وان كنت قراتها وقرات غيرها في الاعلام المصري، لكني استغرب جدا منها، وليس دفاعا عن الحقيقه عن موقف الحكومه الموريتانيه او عن علاقه الحكومه الموريتانيه بالسيسي، الا ان الذين يتحدثون عن مثل هذه الاشياء لا يعون حقيقه المنطقه جغرافيا. فالطريق بين المطار ومقر اقامه الرؤساء وحتى مقر انعقاد القمه هي منطقه مكشوفه لا يمكن ان يكون بها قناصه. الامن الموريتاني أحكم سيطرته على كل المناطق وأجلى بعض الباعة واتخذ إجراءات أمنية مشددة جدا، حتى أنه ضرب بعض الأسيجة على الطريق الرابط بين المطار ومقر انعقاد القمة. موريتانيا على كل حال هي دولة متوسطة الإمكانات أمنيا، لكن لم تحدث فيها اختراقات أمنية منذ سنين، وقد نجحت إلى حد كبير قواتها الأمنية في تثبيت القبضة الأمنية للسلطة على العاصمة الصغيرة التي ليست مثل القاهرة. أما إخفاء أسلحة ومتطرفون، يعني هذه بالنسبة للمشاهد الموريتاني والقارئ الموريتاني هذه أقرب إلى برأيك لماذا تلجأ الحكومة المصرية أو النظام المصري إلى اختلاق رواية مثل هذه؟ أعتقد أن الغياب كان محرجا جدا للقيادة المصرية، خصوصا أنها أكدت لأيام قليلة قبل القمة أنها ستحضر، وأنها كانت الرئيس الدوري للقمة، وأنها لا يسعها كما قلت ما وسع غيرها من الاعتذارات. عندما نتوقف عند علاقة السيسي ومحمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني، السيسي منح الرجل قلادة النيل وهي أعلى وسام مصري، وهناك علاقات قوية للغاية بين الرجلين، كما أشرت إلى خلفية الانقلابات العسكرية. عندما يغيب السيسي، هل هي رسالة إلى أنه لا يحتاج النظام الموريتاني ولا يحتاج دول المغرب العربي بشكل كبير، طالما أن الملك سلمان ومحمد بن زايد من الإمارات وعبد الفتاح السيسي من مصر، هذا المثلث غاب وهو ما يحتاجه السيسي في العالم العربي، فلا حاجة لبقية الدول العربية؟ أنا أعتقد أن المسألة ينبغي أن تقرأ ليس في احتياجات النظام المصري، وإنما في ضرورات النظام المصري وفي انشغالات النظام المصري. الحدث التركي الذي أربك المنطقة والذي أربك جدول أعمال القمة العربية، الحدث التركي، هذا الحدث ربما خيم بجو من الإرباك على مشاركة الرؤساء والملوك الذين كانوا متحمسين بالمناسبة لعقد نواكشوط للقمة العربية 27. واعتقد انه ازيد على العلاقه المصريه، على علاقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وان كان قلد الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز قلاده النيل، الا ان الرئيس الموريتاني ايضا قلد اثناء رئاسته للاتحاد الافريقي عبد الفتاح السيسي، قلده قلاده الاعتراف الافريقي بانقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبينهما كما قلت ود متبادل. لكن أعود وأقول أنه غياب الكبار الذين كانوا متحمسين، طبعا الكبار بين مزوجين الذين كانوا متحمسين، السعودية والإمارات، لم يفسر على نحو ما فسر غياب السيسي، خصوصا وأن الملك سلمان بن عبد العزيز يقضي إجازته الصيفية في قريبا من نواكشوط في المملكة المغربية. لكن أعتقد أن الموضوع ذو علاقة بالحالة العربية عموما، وبحالة المنطقة، وبحالة الانكسار التي حدثت لموجة الثورات المضادة بعد فشل الانقلاب في تركيا، وبعد يعني شيء من تحسن الوضع ضد تنظيم الدولة. غياب الملك سلمان وغياب المملكة العربية السعودية، غياب محمد بن زايد والإمارات، غياب عبد الفتاح السيسي ومصر، وحضور الصف الثاني في هذه الدول عادل جبير، وممثل عن محمد بن زايد وممثل أيضا عن عبد الفتاح السيسي. نعم، يعني هذا الغياب لهذا الثلاثي تحديدا برأيك هل جاء مصادفة؟ شخصيا لا أملك معلومات، وبالتالي التحليل هنا قد يكون إلى جزء من التخمين، لكن أعتقد أن غياب بن زايد وغياب سلمان لم يأتي مصادفة، لكن غياب السيسي مترتب على غياب هذين في اعتقادي الشخصي للأسباب التي أشرنا إليها آنفا. أعتقد أنه حضور مثل هذا الغياب
ليس يعني لا ينبغي أن يفسر في إطار العلاقات الثنائية بين موريتانيا وهذه الدول أو اهتمامات هذه الدول بموريتانيا، ولكنه ينبغي أن يفسر في إطار حالة الارتباك الكبيرة التي تعاني منها سياسة هذه الدول تجاه ملفات كبرى. مثلا نحن نعرف الآن أنه كان مبرمجا على أن يناقش تشكيل القوى العربية المشتركة الذي كان أعلن عنه في قمة شرم الشيخ. نعم. ثم طالب به الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني. نعلم أنه كان ينبغي أن تناقش مجموعة من الملفات، منها مثلا كان ينبغي أن يناقش إعطاء مقعد سوريا للمعارضة، وجرى نقاشه في المجلس الاجتماع وزارات الخارجية العربية، ورفضت دول كثيرة دول منها مصر وتحفظت دول منها موريتانيا والمغرب. نعم. وصوتت لصالحي دول منها قطر والسعودية وغيرها. أعتقد أنه لم يرد أن يحرج هؤلاء الرؤساء بقمة ستخرج، لم يريد هؤلاء أن يحرجوا أنفسهم بقمة ليست أجندتهم فيها واضحة، وبقمة ستخرج بهذا البيان الذي كان يمكن أن يصاغ من أي مقر حزب. نعم. أنت تحدثت هنا عن الرواية المصرية التي ذكرت أن السيسي غاب بسبب محاولة اغتيال، ولا تميل إلى هذه الرواية. الرواية الموريتانية التي صدرت عن بعض الصحف الموريتانية تحدثت أن هناك خطابا أرسل من الخارجية المصرية إلى النظام الموريتاني وطلب منه ضمانات لعدم خروج تظاهرات منددة بوجود عبد الفتاح السيسي وحضوره في هذه القمة. هنا السؤال: ما مدى دقة هذه الرواية بداية؟ لا أملك معلومات تقول بدقة هذه الرواية، لكنها ربما تكون أقرب إلى المعقول. فنحن نعلم أن وفدا مصريا زار موريتانيا سنة 2014 وتعرض لإهانات، وعرضتم الآن جزءا من الصور التي قام بها النشطاء والمبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني، وهم يرتدون قمصان رابعة ويهتفون لا للسفاح. وثم ألغيت زيارة مخرج مسرحية 30 يوليو المخرج المصري خالد يوسف إلى موريتانيا، الذي كان مقرر أن يكون ضمن الوفد الثقافي. أعتقد أنه وقعت حينها احتجاجات ربما أحرجت الخارجية الموريتانية، أحرجت السلطات الموريتانية أمام نظيرتها المصرية. أعتقد أنه لو تعهدت السلطات الموريتانية بمنع التظاهر ضد عبد الفتاح السيسي فإنها لن تستطيع ذلك. في موريتانيا شارع حي، ومن نظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي أطلقت أكثر من هاشتاج لا مرحبا بالسيسي، لا مرحبا بالسفاح، لا مرحبا يعني، ورفعت في وجهه إشارة رابعة العدوية. أعتقد سؤالي هنا سيد محمد عن فكرة الشارع الموريتاني ومدى تقبله لما حدث في 3 يوليو من عام 2013 أو عدم تقبله. لا أعتقد أنه هذه مسألة مفروغ منها. في موريتانيا قوى حية كثيرة ترفض انقلاب السيسي، وبالمناسبة رفض انقلاب السيسي لم يكن حكرا على التيار الإسلامي الذي يعني يوصف بأنه قريب من الإخوان المسلمين، وإنما كل القوى المدنية والسياسية في موريتانيا رفضت انقلاب السيسي، ثم رفضت القمع الدموي الذي تعرض له المعتصمون في رابعة والنهضة، ثم هي بعد ذلك ترفض الاعتقالات التعسفية والتضييق على الحريات في مصر. صحيح أن هذا لا يعني أنها ستضغط من أجل أن لا يستقبل عبد الفتاح السيسي، لكن أيضا لا يمكن للحكومة الموريتانية أن تمنع أن تتعهد بمنع أي نشاط ضد عبد الفتاح السيسي، ليس لأنها لا تريد، ولكن ربما لأنها لن تستطيع منعه فعلا، لأن هؤلاء النشطاء سينبثون. وأنا كنت في العاصمة نواكشوط قبل أيام ولكن هناك وقفت بنفسي على بعض الشباب النشطاء. نعم، ربما يتعارض مع ما تقول الآن. أنت تحدثت أن الحكومة في موريتانيا على قدر من التأمين أو السيطرة على الوضع الأمني داخل البلاد، والآن تقول أنها لم تكن ستستطيع منع هذه التظاهرات. يعني القمع الأمني للتظاهرات ما أيسره في بعض البلدان العربية. أعتقد أنهم هم ليس معنى هذا أنهم سيقمعون، لكن لا أتوقع أن يقف القمع حائلا دون انطلاق المظاهرات. وأنت تعرف أنه للشغب أنه المظاهرات تكفي انطلاقتها ثم قمعها لتتحول إلى إحراج دبلوماسي وإلى إحراج إعلامي، ولتتحول صور المعتقلين وتتحول صور إلى تحول كفيلة بأن تحول الأنظار عن مشهد القمة، خصوصا وأن في موريتانيا 300 وسيلة إعلام
دول يعني إقليمية محلية وإقليمية وعربية ودولة أجنبية كانت ستغطي بالتأكيد أي تظاهرة تخرج ضد عبد الفتاح السيسي. كان هناك استعداد شعبي وفقا لما تقول للتظاهر ضد وجود السيسي في موريتانيا. لا أفشي سرا إذا قلت أني شخصيا وقفت على يعني حدثت بعض النشطاء ممن كانوا يحضرون لمثل هذه الأعمال أو يعتزمون القيام بعمل في حال وجود عبد الفتاح السيسي، وربما اكتفوا بعمل بالتدوين وبالتعبير بالبيانات، وربما وقفات يعني في بعض المناطق متفرقة من العاصمة احتجاجا على وجود الوفد المصري. ومن يتابع وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام في موريتانيا يعرف أن السيسي غير مرحب به في نواكشوط. طيب، على أحد المواقع اسمه ايجيبت اندبندنت باللغة الإنجليزية بيان اليوم عصر اليوم تحدث أن على لسان الرئاسة المصرية تحدث أن تداول بعض الأنباء أن عبد الفتاح السيسي لم يذهب إلى القمة العربية في موريتانيا بسبب محاولة اغتيال هو أمر غير صحيح، وهذا ربما ما يؤكد ما أشرت إليه. شخصيا هو خوف من التظاهرات. أنا أعتقد أنه أنا كما قلت أنه أعتقد أنه لا ينبغي أن يقرأ بمعزل عن غياب الملك سلمان وغياب ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وغياب ملك المملكة الأردنية وغياب ملك المملكة المغربية. لا ينبغي أن يقرأ، وإن كان لهذا الأخير سياقه الخاص محليا يعني إقليميا في المنطقة المغاربية، لكن لا أعتقد أن ينبغي أن يقرأ بمعزل عن هذا. لكن أعتقد أنه أيضا للإحراج السياسي وللإحراج الدبلوماسي الذي كان سيتعرض له في حال وجود أن أقرب إلى أن يكون جزءا من المبررات من أن تكون محاولة الانقلاب. هل سيؤثر هذا الغياب على العلاقات الثنائية فيما بعد بين السيسي ومحمد ولد عبد العزيز؟ والله هذا السؤال يتوقف على مدى حساسية أخذ نواكشوط لحساسية الموقف، وأعتقد أنه أن رعاة العلاقة بين البلدين لن يسمحوا، وهنا أقصد فعلا الفاعلين الخليجيين، لن يسمحوا بهذا التغير، لن يسمحوا بأن تؤثر هذه القضية يؤثر هذا الغياب على العلاقات الثنائية. وإن كنت لا أتوقع أن يسهم في الدفع بها في عجلتها، ولا أتوقع يعني أن تثمر سريعا اللقاءات التي تحدث عنها الوفد المصري عن قرب لقاء بين وزير خارجية البلدين وعن زيارة. سنتناول بالتفصيل سيد محمد معك ما جاء في هذه القمة من بعض كلمات لبعض الزعماء أو ممثلين الزعماء، وسنتوقف أيضا عند فكرة المغرب ورفضها لاستضافة القمة، وهل أثر هذا الأمر على الحضور الهزيل في هذه القمة العربية. ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. الطار كله ما ضل شي، يعني اغراضي كلها طارت، شنطايتي طارت. هرب الاشعار رجع بالشنطة وسيعاد السم عليه. نحن صغيرين عند الشنطة سيعاد السم عليه. الله لا يوفقه السواد، الله لا يوفق السواد على كل أخواتنا، على شبابنا قدر بيوتنا نبي ما نشوف. عظيم ندي كل يوم ما عندنا شيء، نشرب مي. أنا عايشة يا عمو، أنت عايشة يا عمو، أنت عايشة يا عمو، أنت عايشة يا عمو، مين دموعتك؟ يا عمو
اهلا بكم. ناخذ على مصر حلقتنا مستمره وحواري مستمر مع ضيفي في الاستوديو السيد محمد عبد الله ولد الحبيب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الموريتاني. أجدد الترحيب بك مرة أخرى سيد محمد. وكنا نتحدث حول فكرة رفض المغرب بداية لاستضافة القمة والحديث عن عدم جدواها. لماذا صرحت المغرب أو كان هذا الموقف للنظام المغربي؟ أعتقد أن المملكة المغربية كانت واضحة جدا في موقفها من القمة العربية، وتاريخ المغرب مع القمم العربية معروف. وأعتقد أن المغرب كانت تحس أنها في ظل الانقسامات العربية الكبرى، وفي ظل عجز العمل العربي المشترك، وفي ظل عجز الدول العربية المركزية أن تقوم بأي يعني دور ذي قيمة في الملفات العربية الكبرى. مثلا لا هي الجامعة العربية قدمت مبادرة بشأن الأوضاع المأزومة في مصر، ولا قدمت مبادرة بشأن الأوضاع المأزومة في ليبيا، ولا في سوريا، ولا في العراق، ولا في أي بلد من بلدان العالم العربي. الجامعة العربية تخلت عن مسؤوليتها. فأعتقد أن بلدا بحجم المغرب وبتاريخ المغرب لن يقبل أن يستضيف قمة لا تخرج بقرارات ذات قيمة، ولا ينتج عنها تكرار لبيانات في قمم سابقة لا تختلف كثيرا. ثم إن المغرب دولة ذات تقاليد دبلوماسية عريقة، لن تقبل الإحراجات الدبلوماسية التي قد تقبل بها بلدان أخرى. طيب سنعود لنكمل حوارنا معك، ولكن ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور سمير الحجاوي الكاتب الصحفي الفلسطيني. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا دكتور سمير. صباح اليوم كان هناك إدانة لبعض ممارسات الإيرانية في بعض دول العالم العربي، ولكن لم نسمع عن إدانة لممارسات إسرائيلية في القدس وفي المدن الفلسطينية. كيف رأيت موقف القمة العربية صباح اليوم من القضية الفلسطينية؟ القمة العربية، حدث عن القمة العربية يا أخوان، يعني هذه نكتة. أظن إنه يعني الآن جزء في العالم العربي لم يسمع 90%، 95 99% ربما ما سمعوا بانه في شيء اسمه قمه. على اي حال هذا من باب النكته التي اعتقد انها صحيحه الى حد ما. شوف هذه، واسمح لي اخرج شوي عن الاطار الدبلوماسي في الكلام. يعني هذه القمه دعني اسميها تافهه، تضم وتضاف إلى مجموعة من القمم غير المجدية بين قوسين السخيفة في عالمنا العربي، التي لم تنتج أي شيء. يعني من غير المعقول أن تكون قمة بهذه الطريقة تتعرض لانتهاكات بهذه الطريقة، يتم التوغل فيها، السكين تتوغل فيها إلى هذه الدرجة، ثم بعد ذلك يأتي مندوب انقلابي ليشارك في هذه القمة، وأناس متورطون في انقلابات ودعمهم حتى في الانقلاب في تركيا، ويتحدث عن قمة. المسألة ليست إيران فقط الآن، ولا حتى الكيان الإسرائيلي بانتهاكاته وجرائمه المستمرة أكثر من. طيب دكتور سمير، يعني إن كانت القمة، نعم عفوا على المقاطعة، إن كانت القمة العربية في وجهة نظرك تافهة ولا تقدم ولا تؤخر، ولكنها تصدر بيانات فقط، فلماذا أيضا لم يأتي ذكر إدانة للكيان الصهيوني وممارساته في بيان من هذه البيانات؟ من ماذا اسميها ضد تركيا وضد الرئيس اردوغان. لكن دكتور سمير، هل تسمعني بشكل جيد؟ ان تستمع معه. لذلك المساله الان تعدت ايران وتعدت الكيان الاسرائيلي ليصبح نعم دكتور سمير الحجاوي، هل تسمعني بشكل جيد؟ طيب على كل حال أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير الحجاوي الكاتب الصحفي الفلسطيني. يبدو أن لدينا مشكلة في التواصل. أعود إليك سيد محمد مرة أخرى بعد موقف المغرب بهذا الشكل، وتحدثت عن مشاكل في العالم العربي رأتها المملكة المغربية. لماذا استضافت موريتانيا القمة هذه؟
الحقيقة أنه من الناحية الموضوعية فإن موريتانيا هي التي كانت مرشحة بحكم الترتيب الأبجدي لاستضافة هذه القمة، وأعتقد أن الدبلوماسية الموريتانية رأت أن في هذه القمة أن موريتانيا بحاجة إلى، وهي ربما إلى حد ما وجهة نظر صحيحة من الناحية الموضوعية، أن موريتانيا بحاجة إلى تنظيم مثل هذه القمة، وهو ما يكرس اعترافا عربيا بموريتانيا التي مكثت أكثر من 13 سنة بعد استقلالها دون أن تنضم إلى الجامعة العربية، ولم تعترف بها بعض الدول العربية، وما يزال بعض إخواننا العرب يشكك في عروبتها ولا يعرفون عنها الكثير. هي كانت أيضا تسجل نجاحا لدبلوماسية النظام الموريتاني الذي نجح في تنظيم أهم حدث عربي دون أن تسجل هناك أدنى خروقات لا أمنية ولا سياسية. صحيح أنه لم يكن حدثا ذا أهمية استثنائية، لكنه كان حدثا. فموريتانيا رأت فيما أعتقد فرصة لهذه القمة، رأت في هذه القمة فرصة لزيادة تموقعها داخل الأسرة العربية، لزيادة الرفع من مستوى دبلوماسيتها، خصوصا أن القمة العربية أيضا تمد جسورا مع منظمات وهل هذا ومع دول فاعلة في الهزيل حقق لموريتانيا ما أرادت؟ أعتقد أن موريتانيا من حيث الشكل نجحت في تنظيم القمة العربية، وأن الدبلوماسية الموريتانية وأن السلطات الموريتانية نجحت تنظيميا وتقنيا في تنظيم هذه القمة، وأن رؤسائها يعني وفودها وصلت وغادرت أو بدأت أغلبها في المغادرة بسلام دون أن تكون هناك اختراقات لا أمنية ولا سياسية كما أشرت. لكن هل يحسب على موريتانيا عدم نجاح القمة العربية ويعني فشل العمل العربي المشترك؟ أعتقد أن الدبلوماسية الموريتانية يمكن أن تقول هنا هذا لا يحسب علينا، هذا أمر سابق علينا، نحن نجحنا في تنظيم الحدث، لكن كون هؤلاء غابوا لأنهم لا يريدون العمل العربي المشترك أو لأن لهم ظروفهم الخاصة أو لأنهم هذا لا يحملنا مسؤولية. وأعتقد أنه في كلامها شيء من المنطقية، لكن القمة العربية ونحن هنا نتحدث بموضوع لا يمكن أن يعول على قمة عربية. عندما تولى عمرو موسى أمانة الجامعة العربية كان في كل قمة عربية يحدث قدرا من الزخم. عندما يتحدث كان وزيرا للخارجية في عهد مبارك، وكانت هناك عدد من الدول يعني الرجل يلقى قبولا كبيرا لديها. هل وجود أحمد أبو الغيط كأمين للجامعة العربية أثر مثلا في هذه القمة، أم أن الأمر لا يتعلق بأشخاص؟ أنا أعتقد أنه لا، أعتقد أنه عمرو موسى على ما به وعلى يعني على ما تكشف منه لاحقا من زيارة لإسرائيل ومن تأييد للانقلاب العسكري في مصر ومن خروج على اللياقة الدبلوماسية في تأييد هذا الانقلاب. أعتقد أن عمرو موسى كان ينتمي إلى جيل من الدبلوماسيين العرب يملكون زخما، وكانت القمم العربية أيضا في الحقيقة أنه حتى يعني نحن الآن نتباكى على عهد الرئيس حسني مبارك مثلا عندما نتحدث عن القيادة المصرية. يتباكى حقيقة على حضور القذافي، يعني لم يعد هناك معمر القذافي في هذه الحقيقة. أنه للأسف الشديد أنه الجيل الذي كان ينتمي إليه عمرو موسى من الدبلوماسية كان أكثر قدرة على حبكة خطاب إعلامي يحرك الجماهير ويستدعي الصحفيين لمتابعته ومن ثم يستدعي العالم لتحليله، وكان أقدر على تورية سوءاتهم. أما أبو الغيط فنحن شخصيا من يعني طبعا في موريتانيا عندما تولى أبو الغيط الكل استحضر كلمة أبو الغيط في العدوان على غزة عندما كان وزيرا لخارجية مبارك. الكل استحضر مدى الضآلة التي عانتها الجامعة العربية، حتى يعني الرجل الذي كان قبل أبو الغيط والذي جاء في أوج ازدهار موجة الربيع العربي، هؤلاء كانوا يملكون زخما يستطيعون بأن يحركوا. أعتقد أنه لا القادة الحاليون لا قادة الدول يملكون نفس الكاريزما ولا مسؤولو الجامعة العربية ولا وزراء الخارجية. شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري عندما ألقى كلمته بالنيابة عن عبد الفتاح السيسي أشار إلى تدخلات خارجية في بعض الدول
العربية ولم يفصح عن هذه التدخلات؟ يعني برأيك إلى ما يرمي شريف إسماعيل؟ هل يتحدث عن إيران أم يتحدث عن التدخلات المصرية في ليبيا مثلا أم يتحدث عن ماذا؟ لا أعتقد أنه يتحدث لا عن التدخلات المصرية ولا عن التدخلات الفرنسية في ليبيا. أعتقد أنه يلمح من طرف خفي وباستحياء إلى ما تقوم به إيران في 3 دول عربية مركزية هي سوريا والعراق واليمن، وأعتقد أن هذا كان أقل مما يجب. وقبل أن أدخل إلى الاستديو كان معي أحد المطلعين من موريتانيا يتحدث إلي، قال كان من المقرر أن تدخل في البيان الختامي فقرة تتحدث بشكل صريح عن إيران قريبة من بيان الرباعية أو تدين إيران بشكل صريح، لكن ما وقع على استحياء. وجاء العراق قبل الترحيب بالتقارب الصومالي أنه يدعم العراق بشكل عام دون أي حديث ذي جدوى، لا عن التدخلات الخارجية ولا عن الاحتراب الداخلي ولا عن الحريات العامة ولا عن التنمية في البلدان العربية. كانت قمة وانتهت. قمة الأمل هكذا كان اسمها. يعني هل ترى أملا في الأيام المقبلة؟ أعتقد أن الأمل إذا تعلق الأمر بالأمل في أن يلتقوا يعني يقبل بعضهم بعضا فهذا تحقق هذا الأمل، لكن لا أعتقد أنه كان أملا للشعوب العربية أبدا في طيب. السيسي في الأعوام الثلاثة الماضية كان يحارب ما يسمى بالإرهاب، وفي كل أحاديثه سواء في زياراته الخارجية أو حتى في خطاباته الداخلية دائما ما يتحدث عن الإرهاب وعن محاربة الإرهاب. أيضا وردت هذه الكلمة في خطابات وفي كلمات رؤساء وزعماء كثر تحدثوا عن مكافحة الإرهاب ومعارضة الإرهاب. هل هي قمة الإعلان عن محاربة الإرهاب؟ وهنا السؤال: أي إرهاب تعنيه الدول العربية وزعماء الدول العربية؟ هل يعنوا داعش أم يعنوا من؟ على ما يتحدثون؟ من الناحية الموضوعية يوجد إرهاب في المنطقة ويوجد إرهاب على الدول محاربته، والنداء إلى محاربة الإرهاب بهذه الطريقة العمومية يعني لا إشكال فيها، خصوصا في مثل هذه القمة التي وفي منطقة تشهد تهديدات أمنية مثل تنظيم الدولة ومثل غيره من الجماعات الحقيقة. لكن أيضا الحديث عن الإرهاب بشكل مرسل بحيث يؤوله السيسي على حرب السلطة الشرعية المنتخبة، ويؤوله الرئيس محمد بن عبد العزيز على التضييق على المجموعات الإسلامية المعتدلة، ويؤوله محمد بن زايد بإسقاط الجنسية عن هذا حديث عائم يستفي. أعتقد أنه أقرب إلى 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 التجارة الرخيصة في عالمنا العربي للأسف التي تقوم بها أنظمة وتتداعى إليها. يرمون إلى من محاربة الأنظمة الديمقراطية والإخوان المسلمين تحديدا، أم يتحدثون عن الإرهاب الذي وصفته بأنه موجود بالفعل ويستحق المحاربة؟ أنا أعتقد أنه كما قلت أنه هؤلاء بالنسبة لي هذه الرئاسات العربية للأسف الشديد تتاجر بهذا المصطلح، تتاجر كثيرا بهذا المصطلح وتضفي داخله خصومها السياسيين الذين تريد إقصائهم والذين هي في الحقيقة أقرب إلى الإرهاب بكل توصيفاته من هذه الحركات التي تحارب. وبالتالي فأعتقد أن الإرهاب في الخطاب المصري ربما يكون واضحا جدا، الإرهاب في الخطاب الإماراتي سيكون واضحا، يعني سيقصد به كل ما يطلقون عليه هم جزافا الإسلام السياسي أو ما يطلقون عليه، يعني يقصد به كل دعاة التحرر والديمقراطية في الوطن العربي. هؤلاء بالنسبة للسيسي عبد الفتاح السيسي وربما ولمحمد بن زايد وربما أيضا لمحمد بن عبد العزيز أو جزء منهم إرهابيون بالدرجة الأولى تجب محاربتهم لأنهم أكثر خطرا على هؤلاء. هل تتوقع ردا إيرانيا سريعا على نبرة التنديد العالية التي صدرت في قمة اليوم؟ أعتقد أن إيران لن تسكت بطبيعة الحال، وأعتقد أن إيران ترد بالفعل أكثر مما ترد بالقول، وهي تملك خطابا وتملك منطقا استراتيجيا تبني عليه كل قراراتها وكل تدخلاتها، ولذلك لا أعتقد أن إيران بحاجة إلى أن ترد على خطاب إعلامي، وهي تتحكم على الأرض في كثير في ثلث العالم العربي من حيث عدد السكان ومن حيث كانت هناك انتقادات توجه قديما في مرحلة الزخم الدبلوماسي التي وصفتها لبيانات القمم العربية أن القمة العربية تجتمع لتشجب ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، ولكن يبدو أن مرحلة الشجب قد تجاوزتها القمم العربية، يعني لا يوجد إشارة إلى أي إدانة لممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين. بالعكس، أنا أعتقد أنه
القمة العربية الحالية تقدمت خطوة في التطبيع. فعندما يقوم أمين عام جامعة الدول العربية يتحدث عن عاصمة القدس الشرقية بهذا التوصيف، عندما يتحدث القادة العرب عن عن مؤتمر الفرنسي للسلام، ونحن نعرف مواقف فرنسا من الكيان الصهيوني الداعم للكيان الصهيوني، الدعم المطلق للكيان الصهيوني. وهنا فعلا أشير إلى أن محمد بن عبد العزيز الرئيس الموريتاني الرئيس الدولي للقمة العربية لم يقل القدس الشرقية، قال عاصمتها القدس عندما تحدث، لكنه تحدث عن دولة في حدود 67 وصمت صمت القبور عما تمارسه إسرائيل وما تمارسه الكيان الاحتلال الصهيوني في إسرائيل من قمع، من تشريد، من تهويد للمقدسات، من استيلاء على الأراضي، من ممارسات، من تجويع لأهلنا في غزة، من حصار حتى للسلطة التي تريد التطبيع، السلطة التي تقود التطبيع العربي يحاصر الكيان الصهيوني. مع ذلك لم تجد في قمة نواكشوط لا تنديدا ولا شجبا، بل أعتقد أنها كانت قمة خطت خطوة باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني للأسف الشديد. وهذا ربما يعكس سياسات من يقود دول كثيرة في العالم العربي الآن. طبيعي، هو اعتقد انه على كل حال الرئيس الموريتاني الحالي يحسب له انه قطع علاقات موريتانيا الدبلوماسيه مع الكيان الصهيوني، لكن ثمة حديث ان هذه العلاقات بقيت في شكل اتفاقيات اقتصاديه سريه وبقيت عبر وسطاء اوروبيين في كثير من المجالات. لكن اعتقد انه سلفه في القمه العربيه وغيره من قاده وملوك الرؤساء الدول العربيه الذين لم يحضروا، اعتقد ان قطار تطبيعهم مع الكيان الصهيوني قطار قطع خطوات لا يستطيعون التراجع عنها، بحيث أنه بعض المسؤولين الإسرائيليين يقولون أنه يكفي أن يعلن مستوى التطبيع الذي نحن عليه الآن مع العالم العربي ولا نريد تطبيعا جديدا. أشكرك شكرا جزيلا محمد عبد الله ولد الحبيب، الكاتب الصحفي الموريتاني والمحلل السياسي، كنت معنا في الاستوديو. ونفذ على مصر، حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقوا معنا. لن أهجرها داري، لن أتركها، لن أهجرها جمد أنا عشان يعملوا هيك، قولوا لي يلا لن أخسرها، لن أهجرها داري، لن أتركها، لن أهجرها داري. وين نروح؟ وين نروح؟ هم بيهدوا واحنا بنبني، احنا فلسطينية والشاب منا بمية. من هدول يهدوا مطارنا؟ من هدول يهدوا مطارنا؟ مش عايز، انا مش قادر اديك. الله كال هذا صرت توقف على الناس، روح لغاد هنا يبغى يفكر، خايفين احنا منهم، اذا خايفين نخافش غير من الله. كلعوا كل عنتك لعجه، كلعوا وين الشيمة؟ وين الأنبار رجالة تتحامي؟ وين؟ يعني
كل الوسائل الوحشية اليوم يستعملوها ضد النساء. وين الشعوب الدول العربية؟ وين المسلمين؟ بقول وقدسا وأقصى. وأن أقول أن درعا جزء عزيز وغالي من وطننا الحبيب، وأهالي درعا هم أهلنا، وشعب درعا هو الله أكبر. مجازر الذي يقاتلكم وتقاتلونه أيضا دفعا لبعض ما يقال في الإعلام هو الجيش السوري والقوات الشعبية الموالية للنظام في سوريا. الحزبية بطاقة حزب الله اللبناني، هذه دليل قاطع على وجود عناصر حزب الله اللبناني داخل القصير وعلى قتلهم السوريين. القوى الأجنبية في شؤون الدول في سوريا وغير سوريا لا يؤدي إلا لمزيد من الحروب، وسيزيد صعوب المنطقة كرها له. السيطرة على هذا الحاجز وأسر هذا الجند الإيراني الذي كان متواجد ضمن طلابيته بصد هذا الهجوم على إخواننا من قبل الفصائل اللي كانت متوجهة إلى هذا الحاجز. السوري الوحيد هو من يمكن أن يحدد مستقبله من دون أي تدخل من الخارج. الحربي الروسي ينفذ غارتين جويتين على محيط مدينة خان شيخون. أهلا بكم. نفذ على مصر حلقتنا مستمرة وفيها الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه ويصل إلى 13 جنيه للمرة الأولى في التاريخ. ومحافظ البنك المركزي طارق عامر يطالب بحظر النشر في قضية الدولار والجنيه. نناقش هذه القضية وأبعادها بعد تقرير الزميل محمود شعبان. في 4 يوليو عام 2015 جلس عبد الفتاح السيسي ضاحكا بين أفراد الجالية المصرية في ألمانيا. أثناء زيارته قال إن الدولة سيكون أمامها خريطة ضخمة من المشروعات بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس المقبل، خاتما كلامه بالقول إن مصر تشهد نهضة حقيقية وتظهر آثارها بعد عامين، وإن المصريين سوف تصيبهم الدهشة والتعجب من قدرة السلطة الحالية على تحقيق هذا الإنجاز. لم تكد تمر السنتان حتى تكشفت القاهرة وبات أهلها في حالة من التعجب والاندهاش والتساؤل الملح: كيف وصلت أسعار الدولار إلى ما يقارب 13 جنيها وبات الجميع في سكرة ارتفاع الأسعار دون جدوى؟ عجزت القاهرة في المرة الأولى منذ شهور عن النجاح في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لاقتراض 7 مليارات دولار، وهو ما دفعها إلى الدخول في جولة جديدة من المفاوضات، والتي كان على إثرها أن أقدمت القاهرة على تحرير سعر الجنيه أمام الدولار ورفع الدعم بالكامل عن كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لنيل الموافقة من النقد الدولي. تبعات شروط النقد الدولي كانت تصريحات وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، والذي قال اليوم إن الوزارة في طريقها منذ الشهر المقبل إلى تحرير فواتير الكهرباء بالكامل، وستكون بالأسعار الجديدة مجردة من دعم الحكومة لها. وعوضا عن بحث السلطة الحالية عن آليات جادة لحلحلة أزمة الدولار، قام محافظ البنك المركزي طارق عامر بإصدار قرار يحظر نشر أخبار ارتفاع الدولار في مشهد هزلي كوميدي لا يحدث إلا في جمهوريات الموز وأشباه الدول، كما قال السيسي سلفا: خلي بالكم، طلوا على بلدكم صحيح، دي أشباه دولة مش دولة حقيقية. دعوني ارحب بضيفي معي في الاستوديو في هذه الفقره الدكتور اشرف دوابه الخبير الاقتصادي. اهلا بك دكتور. اهلا بك يا دكتور.
الطرفة أو النكتة كما يقولها المصريون صباح اليوم في الشارع المصري عندما يسأل أحد المصريين زميله الدولار وصل كام، فالإجابة بتكون قبل السؤال ولا بعد السؤال. الدولار يصل إلى 13 جنيه يا دكتور، لماذا؟ وأحمد موسى منذ قليل على الهواء مباشرة قال نصا في مقطع فيديو ربما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الآن أن الدولار سيصل 15 جنيه مع نهاية هذا العام. شوف حضرتك، هو بالصورة اللي حضرتك اتكلمت عنها بالنسبة للسعر يعني معنى هذا الكلام ان الدولار زاد من بداية الانقلاب لحد دلوقتي او لحد اليوم وفقا لدلوقتي البيانات الموجودة زاد السعر زاد دلوقتي الدولار بنسبة 85% خلال فترة الانقلاب العسكري، ودي في حد ذاتها كارثة. اما حضرتك بتقول الاسباب، شوف يا دكتور أسامة، في حاجة اسمها المرض، في حاجة اسمها العرض. احنا ما زلنا كلنا بنجري ورا موضوع العرض للاسف الشديد، لكن في المرض هو الاساس. يعني انت لو جيت نظرنا دايما بنقول والله، وده شيء طبيعي ما نقدرش نتكلم دلوقتي ايه السبب بتاع ان الدولار سعره زاد. الشيء الطبيعي ان في الموارد الدولاريه اللي بتدخل مصر، الموارد اللي جايه للاسف موارد فيها نوع من الايه، شحيحه. بالمعنى البسيط زي حنفيه الميه دلوقتي، حنفيه الميه بتنزل بس خلاص الميه اصلا مش موجوده، تنزل حاجه بسيطه. طب انت مهما تخبط في الحنفيه هي نفس القصه، المشكله عندك دي في الاساس. فايه هي الموارد الدولاريه الاساسيه اللي بتدخل مصر؟ ده سؤال بنطرحه. اول شيء اللي هو الصادرات. الصادرات حضرتك لو خدنا ال9 شهور اللي هم من العام المالي 2015-16 اللي هم بيبداوا من اول يوليو وينتهوا في مارس وفقا لاخر بيانات في البنك المركزي، ما بنجيبش حاجه من عندنا، البيان معايا حتى بتاع البنك المركزي. لو جيت لحضرتك للصادرات، الصادرات مثلا وصلت دلوقتي ل 13.4 مليار، قبل كده في ال9 شهور اللي قبليهم كان ب 17. يعني حضرتك فرق ما بين ده وده 27.5% انخفاض في الصادرات بس. ادي الصادرات. لما نيجي في حاجه ثانيه، موضوع المهم تاني عندي ايه؟ تحويلات المصريين العاملين بالخارج نزلت بنسبه 13.6%. طب الثالث اللي عندي مهم كمان، موضوع السياحه نزلت ب 40.5%، بل بالعكس دلوقتي السياحه الخارجه الفلوس اللي طالعه بره اكتر من اللي داخله، ودي ما حصلتش بيقول لك في تاريخ مصر قبل كده. الحاجه كمان اللي هي موضوع ايرادات قناه السويس. ايرادات قناه السويس يا دكتور نزلت بنسبه 5%، ومن يوم ما عملوا التفريعه والمصايب كلها عماله تحل. ده انا بكلمك على الموارد دلوقتي. طب لو انت جيت على التفريعه، طب التفريعه دي من ضمن الخراب اللي حل باعتراف هشام رامز نفسه، مش كلامنا، ودي من ضمن الاسباب اللي خلت الراجل ان هو خرج بره اللعبه، انه صريح وقال ان فعلا موضوع القناه اثر على سعر الدولار، لان دفعوا مصاريف تكريك فقط وفقا يعني المعلن بطريقه غير رسميه 2.2 مليار دولار لمصاريف التكريك عشان يقدروا يخلصوا القناه في سنه. كل ده عمل ضغط على الايه؟ على الدولار. ده بالنسبه للاعراض. اما بالنسبه بقى للمرض نفسه، حضرتك لو تحب نتكلم فيه اسبابه ايه؟ طيب يعني أنت تتحدث عن فكرة الموارد، أن هناك انحصار في الموارد الدولارية جميل. التي تدخل البلاد. طيب عندما نتحدث عن الخارج، لأن لفت انتباهي ما ذكرته بأن الخارج أكثر مما يرد، هناك خبر نشر بأن 710 من المصريين اشتروا عقارات في دبي بمليار وربع، مليار و4 مليار درهم في 6 أشهر فقط. جاء ترتيب المصريين في المرتبة الثانية بين المواطنين العرب الأكثر شراء للعقارات في دبي بحسب دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة. اشترى 710 مصريين خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجاري في 6 أشهر فقط عقارات بقيمة 1.4 مليار درهم. السؤال هنا كيف خرجت هذه الأموال من مصر؟ ده سؤال مهم جدا حضرتك. شوف، انت عشان ترجع لازم ترجع لايام المجلس العسكري، وبعض التقارير الدوليه قالت هذا الكلام. المجلس العسكري كان يعني لو احنا خدنا في وفقا للرسميات الموجوده في البنك المركزي، انا بجيب دلوقتي كلها ارقام رسميه من البنك المركزي، اللي يخش البنك المركزي تقاريره هيلاقي الكلام ده. نعم. كان عندنا الاحتياطي في فبراير 2011 33.3 مليار دولار ايام العقده ما كان ماسك محافظ البنك المركزي. لما جه الدكتور محمد مرسي مسك الحكم كان وصل الاحتياطي ل 14.4 مليار دولار. يعني معنى كده ان عندك حوالي 18.9 مليار دولار حصل انخفاض في الاحتياطي. خدت بقى حضرتك؟ المشكله هنا في ايه؟ ان فاروق العقده في الفتره ديت كان الواجب فعلا، يعني لو هو بيفكر النهارده ساب سعر الصرف ثبته في الفتره دي
كده في خدمه الكبار. فالكبار استغلوا هذه الفتره في الفتره دي بالذات فتره ثوره يناير، وبداوا يحولوا اموالهم للخارج. ده انا بكلمك بالطرق الايه؟ بالطرق الطبيعيه. والطرق برضه غير الطبيعيه في هذا الوضع. فخرجت اموال، قدرت بعض الاموال وفقا لبعض التقديرات الدوليه لحوالي 12 مليار دولار خلال الفتره دي بس. ده انا بقول لحضرتك على بعض التقديرات الدوليه. ده عندك ادي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا انت تعلم تماما حضرتك ان السلطه لها دور كبير جدا في الفساد الموجود في مصر، وكل شيء بيتم نتيجه لهذا الفساد، فالاموال بتخرج وفقا لهذا الفساد. يعني النهارده لما بتتكلم عن المبلغ حضرتك بتاع دبي، ده شيء طبيعي. يعني احمد شفيق طلع ازاي؟ وطلع بايه يعني؟ طب ما كانت بتيجي فلوس من الامارات في طيارات وكانت بتدخل مصر بالمخالفه لقوانين البلد، الكلام ده معروف. نفس القضيه بيخرج بنفس الوضع بنفس، لان انت عندك قضيه. يعني اين رقابه الدوله على خروج هذه لان الدوله اصلا هي اللي تشجع على ذلك، لان هو دلوقتي حضرتك وماذا يستفيد الله شوف حضرتك هو مين اللي اشترى في دبي؟ جميل جدا. مين اللي اشترى الحاجات ده؟ ما ده السؤال بيطرح نفسه. هو مين اللي اشترى؟ هل اشترى ده الطبقه المتوسطه في مصر؟ هل الطبقه الدنيا في مصر؟ ولا دي ناس بسمات معينه وبسلطات معينه داخل مصر، سواء اذا كانت لها سلطه ثم خرجت للخارج زي احمد شفيق وغيره، ولا يكون ان هم مثلا لهم سلطه وما زالوا موجودين ولهم عقارات هناك. نعم. فيا دكتور اسامه في هذا الوضع اللي انا عاوز اقول لحضرتك، حته الاموال دي اللي طلعت دي نتيجه ناس لها اصحاب سلطه واصحاب سيطره، او لهم علاقه ما بين السلطه وبين الثروه، هم اللي حولوا هؤلاء الاموال. لكن الغلبان بيجي يطلع اقصى حدوده 10,000 دولار من المطار. يعني لو صحت الانباء بان من اخرج هذه الاموال جاء بالتنسيق مع الحكومه وهم رجال اعمال من طبقه عليا وما شابه، طيب مش لازم يكون مع الحكومه. انت المحت الى ان يعني مش لازم يكون مع الحكومه نفسها. الفساد مال الدنيا دلوقتي، وكل واحد بيبحث ازاي ياخد فلوس ويستنزف الاخر. هنا السؤال، هذه الطبقه هي من المفترض انها لا تواجه مشاكل في مصر، هذه الطبقه طبقه غنيه كما وصفتها، لماذا تقوم باخراج اموالها؟ ما انا اديت لحضرتك حاجتين، في طبقه بالصوره دي ما عندهاش مشاكل، بس في طبقه عندها مشاكل، بدليل بعض رجال الاعمال فعلا اتجهوا لهذا الاتجاه بطرق مباشره وغير مباشره، ان هم بداوا يحولوا اموالهم سواء بطريقه مباشره او بطريقه غير مؤثره. التحويل دلوقتي ممكن يكون تحويل غير رسمي زي ما بيحصل يا دكتور اسامه، يعني احيانا بيبقى بالتليفون. يعني حضرتك انت تروح تدي مثلا حتى لو مجزأ، في ناس عملت كده بالتليفون، تدي له انت المبلغ مثلا وهو يحول، تروح تاخده من دبي بس بسعر بتاع ده، بسعر الدولار بيكون عالي شويه، بس ده موجود. انا بحكي لك على اللي عاوز حتى ما يحصلش نوع من الصفقات. ولو في بقى صفقات، كلنا يعلم الان ان كل شيء بيخلص للاسف بالفلوس. دي مشكله موجوده يا دكتور دلوقتي، يعني دي سمه موجوده، الفساد موجود، لان لا في شفافيه عندك ولا في افصاح ولا في محاسبه. لو في شفافيه وافصاح ومحاسبه كنا نقدر ماشي. فالفلوس ده انا وجهه نظري ان شيء طبيعي انها تخرج سواء بطرق رسميه او بطرق غير رسميه، ده وارد فازه. ممكن يفتح اعتمادات مستنديه، ايه المشكله عنده؟ انا عاوز اعمل لك، يعني عاوز اكلمك في طرق رسميه، ممكن يفتح اعتماد مستندي يعني هنا بوضع معين ويحول الفلوس دي بطريقه معينه. خروج اكثر من 10,000 دولار مع المسافرين، يعني هذا ليس يعني قيدا على كل الغلابه يا دكتور. ما هو انت كل يعني قاعده لها شواذ، والكبار هم كبار في كل شيء. معلش يعني الكبار هم كبار في كل شيء. دي الاشكاليه اللي موجوده اللي عاشها مصر النهارده. طيب اذا ما عدنا بالدولار مره اخرى، 13 جنيه الدولار لاول مره في التاريخ، ولكن طارق عامر يتحدث عن طلب لحظر النشر، هو يريد حظر النشر فيما يخص ارتفاع الدولار وعلاقته بالجنيه. يعني هو برضه بنفس الكلام اللي قاله عبد الفتاح السيسي، ما تاخدوش الكلام غير مني انا. هو نفس المنطق يا دكتور. ازاي يعني؟ هل هذا الامر مفيد؟ مش منطق يا دكتور. دلوقتي موضوع الدولار طلب وعرض معروف، مصر ارتضت ذلك من التسعينات. خدت بقى حضرتك؟ البنك المركزي بينزل عطاءات والبنوك بتشتري الدولارات بالصوره ديت بالسعر الموجود، وهكذا زي ما عاملين 10 قروش بالبنوك. لكن انت عندك فجوه دولاريه، لان انت اصلا مصر لا تمتلك غير ايرادات قناه السويس. انا بتكلم عن الحكومه. نعم. الحكومه لا تمتلك من دولارات غير ايرادات قناه السويس حوالي 5 مليار اللي بيجولها كل سنه. الباقي ده كله حضرتك تحويلات المصريين والخارج، ده بيضخ داخل السوق نفسه. ادي القصه كلها. وبعدين انت عندك اشكاليه كبيره يا دكتور. المشكله في ايه؟ المشكله بقول لك بقى المرض نفسه. المرض في عسكره الاقتصاد. انا وجهه نظري ان المشكله اللي عاشها مصر عسكره الاقتصاد. طبعا قله الانتاج ده شيء طبيعي من ضمن المشاكل عندنا، وان وارداتنا اكتر من صادراتنا، وان وارداتنا معتمده على صادراتنا، وان وارداتنا كمان 90% من وارداتنا منها 60% مواد غذائيه، وال30 الباقيين ولا القريب من ال40 الباقيين عباره عن ايه؟ عدد والات وماكينات وكلام زي كده. فاحنا دوله اساسا دوله معتمده على الاستيراد.
الانتاج عندك ضعيف. ده كان موجود ايام حسني مبارك، بس كان الدولار فيه نوع من يعني صح حصل فيه طفره، بس بعد كده حصل فيه نوع من الاستقرار. ده ساوي مبارك ب 5.88. لما جه طنطاوي كان السعر وصل عنده بعد كده لما ساب الحكم طنطاوي 6 جنيه و6 قروش. جه دلوقتي الدكتور مرسي سابه 7 جنيه و4 قروش. السيسي اللي لما جه بعد كده السيسي نفسه خده 7 و14. السيسي نفسه النهارده شوف حضرتك وصل ل 13 جنيه. فده كل دي مراحل. هنا بقى هتقول لي العسكره، طب العسكره اثرت في ايه؟ طيب خلينا نقيس الموضوع بسهوله جدا. اولا العسكره دلوقتي الجيش داخل بيه في كل مجالات الحياه، ما يستطيع احد ينكر ذلك. كل شيء النهارده ستجد الجيش داخل في كل انشطه الاقتصاد. طيب هو النهارده عشان ينتج، حتى انا بتكلم بقى اعتبره مؤسسه منتجه بعيد عن كل الاعتبارات، هو عشان ينتج محتاج ايه؟ محتاج مواد خام معايا حضرتك زيه زي غيره من الحاجات ديت. لو هيجيب حتى مواد غذائيه محتاج مواد غذائيه يستوردها او نفس القصه. انا بتكلم عن النشاط المدني، ما بتكلمش على العسكري. واللي بيتقال النهارده انه هيعمل صفقه طيارات بمبلغ اظن منشوره دلوقتي لسه. نعم حضرتك الخبر عشان بس اديك على النشاط لسه السيسي نقلا عن موقع موسكو تايمز، السيسي يشتري 46 طائرة روسية تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار من طراز ميج 29 الروسي. طيب اللي بلد مش لاقيه. طب خليني بقى ارجع لك في الجانب المدني، دي برضو ضمن الاسباب موضوع التسليح. نعم. بس برجع للجانب المدني. هي دلوقتي الجيش بيستورد احتياجاته عشان ينتج المدني. طب ما هو عاوز دولارات، هيجيب دولارات منين؟ معايا حضرتك؟ ادي القصه كلها. فهي دي ومالوش قدره على التصدير عشان يقدر يجيب دولارات بالصوره اللي هي، فهي او يدخل دولارات. فده اللي حاصل دلوقتي، فحاصل ضغط على الدولار سواء بقى من الجانب الشركات العاديه الخاصه، وده اصبح دلوقتي دورها بدا ينحسر. الحديث عن التسليح ومن اين له بهذه الاموال؟ يعني هل هذا قرض روسي جديد ام ماذا؟ ممكن يكون قرض جديد، ايه المشكله فيه؟ بس برضه ده بقى عليك في النهايه يا دكتور اسامه. يعني انا لو فتحت موضوع القروض حضرتك نفتحه فيه. يعني انا عملت دراسه ان شاء الله تنشر قريبا يعني يمكن بكره او بعده هتنشر قريبا دراسه كامله على موضوع الديون الخاصه بمصر، هننشرها المعهد المصري يعني بالكامل في الموضوع. خدت بالك بتطوراتها وبتوقعات المستقبليه باللي بيقولوا عليه بارقامهم، يعني مفزعه جدا الموضوع. فموضوع القروض ده شيء طبيعي دلوقتي. هو ده هل له تاثير مباشر على فكره ارتفاع الدولار امام الجنيه؟ طبعا ده شيء طبيعي. انت النهارده اما بيبقى عليك اقتراض، ما انت دلوقتي الطلب على الدولار بيزيد شيء. طب مش عليك اقساط عاوز تندفع؟ مش عليك فوائد ضمن اعباء الدين نفسه عاوز يندفع؟ دي مشكله من ضمن الحاجات. طبعا ده شيء طبيعي. ما طيب. هناك من يتحدث دكتور ان هذه القروض او فكره التسليح دائما ما يدفعها الجيش، تدفعها القوات المسلحه، ولا علاقه لموازنه الدوله بهذا التسليح؟ ايه دليلنا على كده يا دكتور؟ وهتجيب منين يعني؟ عايز افهم. حتى لو بتدفعها القوات المسلحه، خليني همشي معاك. مش هي عاوزه دولارات، هتجيب الدولارات منين؟ ده سؤال بطرحه. لديها موازنه كبيره. منين الدولارات؟ ما هو ده اللي بساله. ما هو برضه نفس القضيه في من السوق المصري نفس الوضع. خدت بال حضرتك؟ ولا هي عندها سوق موازي للدولار لوحده شغاله بيه؟ ما انا بطرح على حضرتك الاسئله دي برضه، احنا بنتناقش مع بعض. فشيء طبيعي لازم وفقا يا دكتور. اصل ما دخلتش في موضوع التسليح بس، انا بتكلم حضرتك دخلت في كافه الانشطه الاقتصاديه. فاصبح دلوقتي احتياجاتها لموضوع الدولار ده شيء طبيعي، فمن حقها تبحث عن الدولار. انا بتكلم وفقا لنشاطها مع تحفظي طبعا على النشاط. فهي بتبدا تعمل ايه؟ الدولارات اللي في السوق هي لها اولويه بالنسبه لها دلوقتي بما لها من سياده. فده اللي بيحصل. فده اثر على سعر الدولار خلال الفتره. يعني انت عندك المصيبه من ناحيتين، الموارد الدولاريه، تدخل الجيش في عسكره الاقتصاد، زاحم القطاع الخاص. خلي بالك برضه من نقطه، مزاحمه القطاع الخاص ايضا اثرت على الموضوع، لان القطاع الخاص بيروح يدور على دولارات عشان ما تبقى منه يشتغل ما بيلاقيش. طيب يعني أنت تحدثت منذ قليل عن فكرة انخفاض الإيرادات الدولارية، تحدثت عن أرقام كبيرة. وزير الصناعة التقى بعدد من المستثمرين طارق قبيل، وتحدث أن الدولار ارتفع في السوق السوداء إلى 13.5 جنيه، وقال أيضا أن مصادر وموارد العملة الصعبة تراجعت بصورة ملحوظة، وتحدث أن الصادرات تراجعت مؤخرا إلى 4 مليارات دولار، ولكنه أشار رجعت ل4. نعم، ولكنه أشار إلى أنه حدث تحرك في ملف الصادرات في آخر 15 شهر تحديدا، ارتفعت 250 مليون دولار. شوف البيانات الرسميه هي اللي قدامنا. انا حضرتك اللي قدامي اللي انا وريته لحضرتك دلوقتي ده بيان صادر من البنك المركزي، اللي هيخش على البنك المركزي يلاقيه ده 9 شهور المتاحين. ده احنا بنتكلم بناء على بيانات رسميه. وبعدين ال 200 حتى لو قدر يا دكتور يعني يمثلوا ايه؟ يعني انا عاوز افهم. هذا الرقم رقم ضئيل بالتاكيد. لا يمثل شيء. واخد بال حضرتك؟ لا يمثل شيء. ده انا بقول لحضرتك دلوقتي
انت عندك الصادرات بتاعتنا بالصوره دي مش هتجيب حوالي 18 17 مليار خلال السنه على حسب اللي احنا ماشيين بالصوره دي. النهارده بحط 13 مليار 9 شهور، يبقى اقول 17 مليار ولا 18 مليار يمثلوا ايه؟ ده انت كان ايام الدكتور محمد مرسي رغم الحصار والضرب والقتل عارف حضرتك الصادرات كانت كام؟ 27 مليار دولار. ده بيانات البنك المركزي مش بياناتي. طب دلوقتي معلش جالهم 50 مليار دولار تسريبات من الخليج، رز خليج، ماشي؟ ادي حاجه. اللي موجود في الموازنه الرسميه بيقولوا ان جالهم معنات في حدود 125 مليار جنيه. طب دي كلها فلوس جات، واخد بالك؟ القروض اللي خدوها دي كلها، اللي جابوها دي كلها، كل ده والدولار بيزيد سعره، ده علامه استفهام كبيره جدا، واخد بال حضرتك؟ ده احنا يعني زي ما قال كده شبه دوله، ده احنا ما عدناش حاجه خالص بالصوره دي. وبعدين في النهايه مين اللي هيشيل الشيله دي كلها؟ ما هو ده السؤال. بقول لحضرتك اللي دخله مرتفع او الكبير هيتن كبير مش هتفرق معاه. طيب دكتور، يعني هل هذا الامر له علاقه بفكره رفع الدعم الذي يصرح به وزراء في حكومه شريف اسماعيل؟ شوف حضرتك اللي انت بتقول عليه ده يضرب في حاجه ثانيه. يضرب في موضوع ايه؟ في موضوع رفع الدعم يزود الاسعار، يؤدي لزياده التضخم. والدولار نفس القضيه، الدولار يؤدي ارتفاعه الى التضخم. بس لما نيجي نفرق بين الاثنين بطريقه سهله جدا، الدعم حضرتك بطبيعته ده تضخم داخلي داخل مصر. نعم. لكن ارتفاع سعر الدولار بيؤدي الى وجود تضخم من خارج مستورد. ليه؟ لان 90% من احتياجاتنا بنجيبها من الخارج، واردات. فمعنى لما سعر الدولار بيزيد واردات فاتورتها بتزيد، الفاتوره بتزيد. هنا بقى الفاتوره لما تزيد كده الاسعار تزيد في الداخل نتيجه للتضخم اللي جاي من الخارج. فالمواطن المصري بين كماشتين، تضخم داخلي وتضخم خارجي، وفي النهايه هو ضايع. يعني انت عندك بس الشهر اللي فات ده لسه بقى قبل الارتفاعات دي التضخم الرسمي في حدود 15%. ده الرسم اللي منشور يعني من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، خدت بقى يعني قريب من 15%. طب الناس هتعمل ايه بعد كده؟ ويجي يديهم علاوه 10% معايا حضرتك، ما تجيبش حتى شيء من التضخم، في نفس الوقت اللي يدي علاوات للعسكر 7 مرات يزود العلاوه. اخرهم البرلمان يعني نعم صباح اليوم اقر زياده 10% في معاشات العسكريين. مره اخرى من اين تاتي الدوله بهذه الاموال في مسارات بعينها، وبالنسبه للمواطن البسيط لا تجد اموال؟ طب ده جميل جدا، ما هو ده شيء طبيعي، شيء طبيعي. النهارده هو عنده بيطبع فلوس، بيقترض، ما هو استخدم كل الوسائل، طباعه فلوس بيطبع، اقتراض داخلي بيقترض، صاحب مصر ما بتنامش طول الليل والنهار عشان تقترض اقتراض خارجي، ده موجود كله. وبعدين ما فيش نوع من العداله حتى في التوزيع. حضرتك اما يعملوا مثلا الموازنه بتاع الاجور يزودوها 10 مليار، الكلام ده منشور عندهم مش كلامي انا. ال10 مليار دول يقول لك 5 مليار رايحين للجيش والشرطه والقضاء الزياده في الرواتب، وال5 مليار التانيين رايحين لبقيه الشعب. طب انت عاوز اكتر من كده يا دكتور؟ ادي مثال من ضمن الامثله. فدي مشكله اللي انت بتتكلم عليها حضرتك، موضوع عنده وسائل انه يطبع فلوس وانه يختار، ده هو عمليه ترقيح في الديون، رقع وزي ما يحصل عمال ياخد من ده لده من ده لده ويرقع، وبعد كده تفرج. ادي المثال اللي ماشيين بيه. طيب هناك على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الاخباريه نشرت بعض الدراسات وبعض التحليلات في الشأن الاقتصادي تحديدا، تنبأ البعض بأن هناك حالة من الإفلاس ربما تصيب مصر، أو حالة من الانهيار الاقتصادي الشديد الذي ربما يسقط معه الدولة مع نهاية هذا العام. هل تتفق مع هذا الأمر؟ شوف اتفق طبعا، بس هقول لك حاجة. في طبعا مثل عندنا قالوا كنز الاقتصاد الكبير، يعني يقول لك يعني بعد مدة يعني على المدى الطويل كلنا سنكون اموات. فممكن الناس تقعد تتنبأ على المدى الطويل باللي بيحصل، ومش هتلاقي حد، هتلاقي اللي اتنبأ ولا هتلاقي اللي موجود اصلا، خدت بال حضرتك؟ لكن احنا خلينا ناخد الموضوع بمنطق عقلاني. موضوع الديون لما بينفجر ويتحقق الافلاس يا دكتور، بالظبط انا بشبهه بالظبط يعني واحد بيكون صحته كويسه وفي لحظه واحده يكون عنده التهاب كبدي وبائي، وتبص تلاقي الشخص اللي قدامك شخص ثاني خالص. هو ده حال الوضع البلد بالظبط، خدت بال حضرتك؟ النهارده لما بيحصل انفجارات بالنسبه للافلاس والكلام ده، يعني في انذارات بتبين، بس الانفجار بيظهر مره واحده بالصوره دي. وده وجهه نظري في هذا الموضوع. على ما ارتقيت وضع الدين المصري دلوقتي واللي ماشيين فيه دلوقتي، دين مصر دلوقتي 3 تريليون، وغير بقى دلوقتي اللي هيوصل بعد كده يعني ممكن يعدي ال5 تريليون او ال5.5 تريليون بعد سنتين ولا كلام زي كده.
حضرتك انت ده لو اتكلمت داخلي وخارجي بالجنيه، حضرتك دلوقتي بالنسبه للوضع ده مؤشرات بتبين دلوقتي الاسهال في موضوع الديون ان احنا معرضين لافلاس، وافلاس الدوله ده واقع مش حاجه مش حوالي. يعني ايه معناها افلاس؟ يعني الدوله مش بتتوقف عن سداد الالتزامات اللي عليها، هذا الوضع وما فيه. هي بقى لها اثار ثانيه اقتصاديه واثار سياسيه. الداخليه من الخارجيه. الخارجيه هي الاهم في هذا الموضوع، بس الداخليه لا نستطيع ننفيها. يعني هو الواجب الدين الداخلي والخارجي الحد الامل له وفقا للتصنيف الموجود الدولي 60%. معايا حضرتك؟ يعني انت بتيجي تلاقيه هنا ببلد زي تركيا رغم انتاجها في حدود 53% الاثنين داخلي والخارجي. انت عندك مثلا غالبيه مصر دلوقتي الموضوع عدى ال 100% 103%. فانت عندك اشكاليه كبيره. لو انت بقى هتزود يا دكتور هتيجي مرحله هتبقى عندك اشكاليه. الدين الخارجي مش هتقدر تسدد التزاماتك، والدين الداخلي هتلاقي اذون الخزانه اللي انت كل يوم بتعملها دلوقتي كانك بتشرب شويه ميه الصبح ب9 مليار كانت ب5 و7 وبعدين وصلنا ل9 و9.5. هتلاقي بعد كده حتى انت ما انتش قادر دلوقتي. متى يشعر النظام بنقوص خطر حقيقي يعني عن طريق المواطنين؟ يعني الاسعار تزداد، الدولار يرتفع، الجنيه ينهار بهذا الشكل. متى يستشعر النظام بالخطر في الوضع الطبيعي بعيدا عن انقلاب عسكري او ما شابه؟ شوف يا دكتور، هو بالنسبه لو هي قضيه وعي، موضوع الخطر والكلام ده هي قضيه وعي عند الناس. الناس لو بتطالب بحقوقها هتطالب بحقوقها، الوضع ما فيه. لكن دلوقتي لو في ناس دلوقتي الدبابه خايفين من مدفع الدبابه وخايفين وما عندهمش نوع من الوعي. احنا شفنا الشعب التركي. لا انا احدثك مثلا عن مؤشرات، يعني اختفاء بعض الاصناف من السوق، اختفاء بعض اصناف الادويه وما شابه. يعني هل هناك مؤشرات لقرب حالات الافلاس هذه او حالات الانهيار الاقتصادي الشديد؟ والله انا ممكن اقدر ذلك في حدود ممكن سنتين كده. انا بكلمك على رؤيتي المتواضعه في هذا الامر. ممكن ليه بقى؟ لان هو كل شويه بيديله حقنه. يعني برضو الخليج ما سابوش، خلينا اكون واقعي مع حضرتك، في برضو حقن بياخدها. لكن بعد كده مش هتنهي الاستمرار بالصوره دي. يعني الامور لن تستمر بهذه الصوره، والوضع الاقتصادي دلوقتي من سيء لاسوء. بس حضرتك معركه الوعي هي معركه مرتبطه بالشعب. الشعب النهارده لو وصل لمرحله يا دكتور، طب ما الناس دلوقتي في رئيس شعبه الدواجن بيتكلم ان 50% من الفقراء عايشين على الهياكل بتاعه بتاع ده الدجاج وكلام زي كده. فاحنا عندنا اشكاليه دلوقتي هي قضيه الشعب انه يدافع بحقوقه. واعتقد انا وجهه نظري برضه في هذا الوضع ان مصر قد تكون معرضه، بقولها بكل صراحه، لثوره جياع. ولكن هنا لو في نخبه فعلا حريصه على مصلحه البلد الواجب تهذب هذه ثوره الجياع وفقا لما يحمي مصالح مصر وثروات مصر وموارد مصر. طيب سؤالي الاخير، هل سيستمر الدولار في الارتفاع؟ هيستمر الدولار في الارتفاع. سيصل كما اشار احمد موسى 15 جنيه؟ ويوصل ل 15 جنيه، خدت بال حضرتك، ويوصل لازيد من 15 جنيه. ده شيء طبيعي، خدت بالك، في ظل الاحداث ديت. انت عند حضرتك ده زاد حوالي جنيه ونص في حاجات بسيطه، في ارقام بسيطه. خدت بالك؟ ما هي ليه؟ لان برضو القضيه بقول لحضرتك قضيه الموارد والاساس فيها عمليه العسكره. فده اللي موجود يا دكتور. موضوع الدولار لن يتوقف طول ما فيش ثقه في الاقتصاد، طول ما فيش استقرار. والناس تفكر الاستقرار يعني استقرار عسكري. الاستقرار يعني المستثمر بيحس ان بنوع من الامان الاقتصادي عندك، زي ما في امان في ناحيه الامن النفسي والامن المادي، الاثنين مع بعض. لكن النهارده انت عندك لا امن مادي ولا عندك امن نفسي، فانت بلد تطفش الاستثمارات، فكيف ياتي لك المستثمر بهذه الصوره؟ اشكرك شكرا جزيلا الدكتور اشرف دوابه الخبير الاقتصادي، كنت معنا في الاستوديو. نافذ على مصر، حلقتنا خلصت. اشوفكم بكره 9 بتوقيت القاهره. تصبحوا على خير.